الرحمن الرحيم. اوكي، يلا بينا. ايوه، هنشوف. يلا. اوكي، احنا النهارده هنتكلم عن ايه؟ هنتكلم عن البيرسونال براندنج. وما تستغربونيش انا عامله البرزنتيشن بالعربي علشان اولموست كل الناس بتعمل برزنتيشن انجلش. بس يا جماعه احنا في مصر واحنا مصريين، فاحنا محتاجين نعتز بلغتنا، فما تستغربوش خالص. دي حاجه بتاعتي انا دايما كل الناس تستغربني انت بتعملي برزنتيشن ليه بالعربي. اقول لهم والله الشباب كله في جامعات خاصه وكله ناس مثقفه وكل اللانجوج بتاعتنا خطيره واحنا كلنا عندنا انجلش كويس جدا. بس صدقوني اتعلموا بالعربي بعد كده ترجموا براحتكم زي ما انتوا حابين. حلو كده، فمحدش يستغرب خالص. دلوقتي احنا دايما بنقول ايه؟ بنقول ان العلامه التجاريه الشخصيه هي مفتاح تميز في عالم اليوم. ليه الكلام ده؟ لان إيه؟ العلامه التجاريه او العلامه بتاعتك انت بتسيب انطباع عامل ازاي مع الناس بره. يعني ايه العلامه التجاريه اصلا؟ كل الحاجات في الدنيا بتاعتنا النهارده، ليه الناس بقت بتجري ورا بيرسونال براندنج؟ وليه الناس عايزه تعرف عن البيرسونال براندنج؟ وليه الناس بقت بتدور على الستوريز بتاعت الاشخاص اكتر ما بتسال على البيزنس بتاعهم؟ في العالم بتاعنا النهارده ناس كتير جدا جدا بتعرف عن قصه وحكايه الشخصيات ونفسها اكتر ما بتعرف عن البيزنس بتاعها. طيب ناخد بعض كده في البرزنتيشن نبدا نتكلم. اول حاجه انا دايما بقول انا مين. انا ببقى حاطه QR كود ليا في كل الحاجات اللي انا بقدمها، كورساتي على منصات مختلفه، السيشنز بتاعتي. انا مين؟ انا دعاء العدلي، بزنس كوتش وبزنس منتور، ICF بروفيشنال كوتش. عندي براند قهوه، ويعني بزنس اونر، عندي براند للقهوه وكتبت كتاب عن القهوه. عملت كورسات كتير في اكتر من حاجه ريليتد بالبزنس وريليتد بالتشتت وريليتد بالسوشيال ميديا. أصنف صانعة محتوى على السوشيال ميديا، عندي أكتر من براند على السوشيال ميديا موجود، ما بين براند القهوة بتاعي، ما بين براند البيزنس بتاعي از كوتش، وما بين براند ليه علاقة بالكارير وإزاي تعرف نفسك أكتر وتختار كارير مناسب مع مراحل الجامعة لحد وانت بتعمل شيفت كارير مختلف في المجالات المختلفة. ليا حاجات كتير، 20 سنة خبرة في الدنيا بتاعتي، على قد برضو على قد عمري، يعني أنا أربعيناتية فأنتم ما شاء الله شباب صغير، في منكم قد أولادي. فالدنيا بتاعتنا خدت مني خبرات كتير قوي قوي قوي، وهي اللي وصلتني إن أنا النهاردة أقدر أتكلم وأعلم الناس خبرات كتير من اللي أنا مريت بيها. فالكيو ار كود ده هتلاقوا عليه كل الحاجات بتاعتي، منها الكتاب بتاعي، منها الجورنال بتاعي، منها حاجات كتير قوي تقدروا تستفيدوا بيها إن شاء الله. بعد كده هنتكلم بقى على البيرسونال براندنج. هنبدأ نقول اهم حاجه في البيرسونال براندنج، نعرف حاجه مهمه قوي، ان كل واحد مننا ليه هويه وشخصيه مختلفه عن اي حد تاني. حتى التوين كل واحد عنده شخصيه مختلفه وهويه مختلفه تماما عن اخوه التوأم. كل واحد فينا عنده نقاط قوه. من الحاجات اللي فرقت معايا في رحلتي كتير قوي ان انا اتعلمت يعني ايه نقاط قوه، وعملت تست ازاي اكتشف نقاط قوتي واعرف التميز اللي عندي في الرحله دي. وده كان من خلال دراسه علم النفس الايجابي، لان انت مهم قوي برضو ان انتوا في رحلتكم تكتشفوا بدري يعني ايه نقاط القوة عندكم، ترتيبها ال 24 جواكم، تعرفوا كل واحد ايه الحاجات اللي هو اقوى فيها وايه الحاجات اللي هو محتاج يشتغل عليها. لان احنا عندنا مفهوم مجتمعي بيقولك كل الناس عندها نقاط قوة ونقاط ضعف مع اختلاف وجهات النظر. علم النفس الإيجابي بيقول لحضرتك انت كلهم نقاط قوة، ولكن في نقاط قوة مفعلة وفي نقاط قوة غير مفعلة. فالإنسان الشاطر اللي بيعرف نقاط قوته صح ويعرف نقاط تميزه فيها بيعرف ينجز في حياته ويتميز في وسط الدنيا اللي حواليه. وده بحقيقة وعن تجربة ومن ناس كتير قوي شفتها حواليا. كل واحد فينا عنده قيم ومبادئ مختلفة عن أي حد تاني. حتى لو إحنا الاتنين عندنا نفس القيمة، تفعيلها في حياتنا بيكون مختلف تماما. آرائنا وتوجهاتنا مختلفة، ففي الحقيقة إحنا فعلا مختلفين. ففي جزء كبير قوي هنا
من التميز. طب التميز ده معناه ايه؟ بيديلك الهوية الخاصة بيك. يعني تاني، لو احنا بدأنا نعرف نقاط قوتنا، عرفنا شخصيتنا، في حاجات كتير قوي النهارده personal style عبارة عن أكتر من تيست، زي الام بي تي اي، وزي الجالوب تيست، وزي اللي هو الفايا بتاع نقاط القوة. فتقدروا تعرفوا عن نفسكم أكتر ونقاط قوتكم والتكوين بتاعكم من خلال إجابات سيرفيز، أسئلة كده بتبقى موجودة. فده بيخليكم تشوفوا نفسكم بعيون مختلفة، وتبدأوا تحددوا ايه الحاجة اللي انتوا هتعملوا لها هايلايت للدنيا اللي حواليكم. ودي هتبدأ تتميز هنا الشخصية بتاعتكم، ويبدأ بداية البيرسونال براندنج بتاعتكم. ده اللي من عندنا الأول قبل ما نطلع بره للناس، اللي هو أول جزء، اللي هو يو. أول حاجة احنا هقولها سريعا كده، أنا مش كاتباها في البرزنتيشن، بس دي من الحاجات اللي أنا دايما بحب أقولها، إن احنا في البيرسونال براندنج في 5 نقط مهمة قوي. الايدنتيفاي بتاعة الواي بتاعتك. أول حاجة، أنت اهم حد في البيرسونال براند هو حضرتك. حضرتك او حضرتك. البيرسونال براند معتمد عليك انت، هو هويتك فعلا، هو شخصيتك، هو نقاط قوتك، هو تميزك، هو قيمك، هو مبادئك، هو ارائك، هو توجهاتك، هو انت. انت دي هي اللي بتخليك تجاوب على اهم سؤال، وهو الواي. انت بتعمل اللي بتعمله ليه؟ انت بتعمل بيرسونال براند ليه؟ انت بتدرسي صيدلة ليه؟ انت بتدرس بزنس انفورماتكس ليه؟ انت ليه بتخدم خدمة مجتمعية يا كوتش احمد؟ انت ليه يا بولا محتاج تعرف حاجات مثلا عن حاجة معينة عن البيرسونال براند؟ دايما اسألوا نفسكم الواي. انا بعمل اللي بعمله ده ليه؟ ده بيبقى انديكيتور للشخصية وللهوية بتاعتك، اول حاجة انت بتشتغل عليها. ف دايما الحته دي مهمه جدا ان احنا نقولها في حته البيرسونال براند، ان انت كل حاجه بتبدا منك انت. ولو عايزين نقول كلمه رئيسيه بتتبروز في مجال البيرسونال براند، حته ان انت بتبروز نفسك، بتبروز شخصيتك، بتبروز هويتك، بتبروز كل حاجه فيك علشان الناس تشوفك بليفل معين، او بهويه خاصه بيك انت، ما تبقاش شبه حد تاني. تمام. في الحته دي بص، انا بتكلم كلام يعني بمنتهى البساطه، انا بحاول ابسط الكلام، مش عايزه ابقى بتكلم كلام معقد شويه. تمام كده؟ معايا ولا مش معايا؟ قولوا لي على الشات اه، متابعين. تمام. تمام. انا بحب ان الناس تقول لي تمام، معلش حقكم عليا. حاضر. اوكي. والله انا بحب الانتراكت جدا، وبحب اشوف البني ادمين لايف. انا افشل واحده اونلاين، انا بحب احضر لايف واشوف الناس وانتراكت معاهم كده فيس تو فيس، فده بيبقى فارق معايا قوي. فعذرا انا عذرا، رغم اني عملت حاجات كتير اونلاين، بس انا برضو بحب اتعامل مع البني ادمين اكتر لايف. اوكي. من الحاجات اللي احنا برضو لسه بقولها عليها، ان اول حاجه مهمه قوي قوي ان احنا نفهم الناس شايفانا ازاي. الناس شايفاكي زي ما انا لسه كنت بسأل حبيبة، تفتكري الناس بتقول عنك ايه وانتي مش موجودة؟ هي قالت لي الناس بتقول عني ان انا لبقة، ان انا بعرف اظهر، ان انا تبريزنت بطريقة لطيفة. اهم حاجة فهمك الناس شايفاك ازاي، دي من الحاجات اللي هتعمل هايلايت انت عايز توصل لهم ايه يشوفوك بيه. وهي دي اجابة سؤال الواي اللي انا لسه كنت بقول عليه. تاني حاجة، نقاط القوة والتأثير بتاعك، اللي هي ال identify your strengths and influence. نقاط قوتك وتأثيرك في المحيط اللي حواليك، وبالتالي بيبقى عارفين زي ما كانوا بيقولوا ايه، لما بنرمي كده حجر في المية بيبقى فيه دواير دواير دواير، اللي هي السايكلز دي كلها. احنا بنبقى في اقل زون، اللي هو تاثيرنا جوه بيوتنا الاول، بعد كده تاثيرنا في صحابنا والدنيا القريبه اللي حوالينا، بعد كده تاثيرنا الاوسع في المحيط الاكبر لما بنبقى في الجامعه وفي وسط الجامعه والدنيا دي. بعد كده التاثير بيكبر مع الدنيا الاكبر، وخصوصا كمان النهارده بقت السوشيال ميديا بتلعب دور كبير قوي في جزئيه التاثير، لان في ناس كتير قوي بتبني البيرسونال براند بتاعها علشان تبقى انفلونس بجد من خلال السوشيال ميديا. انفلونس هنا مش قصدي بيها الانفلونسرز كانفلونسرز او اللي هو التايتل ده، لا لا، مش ده قصدي خالص.
قصدي ان انت تبقى مؤثر في المجال اللي انت جواه، تبقى انت حد بتتكلم في الصيدله وحد اكتف على السوشيال ميديا، فتوصل صوتك لناس اكتر، فتاثر في كوميونيتيز اكتر وناس اكتر، يبقى انت عندك افكار اوسع، فتبدا تاثر في الدنيا الاكبر والاكبر والاكبر. بعد كده ثالث نقطة مهمة قوي، تبقى انت عارف مين هو عميلك المستهدف او انت بتكلم مين. معلش سوري، الايروز اتعملت بالمشقلب وانا بعمل سيف فهي اتقلبت. فمهم قوي انت تبقى عارف مين اللي انت بتكلمهم، انت بتخاطب مين. يعني حبيبة كانت بتقول انا عندي ناس هقدم في انترفيو او هقدم في اي حاجة، تمام، ومحتاجة اكلم ناس معينة، فهي عارفة هي بتبيع نفسها لمين. مش قصدي معنى كلمة بيع نفسها، هي بتبيع الفكرة لمين. كل واحد فينا عنده حد محتاج يشتري منه فكرته، بالظبط زي الصغيرين لما بيبقوا وهم صغيرين بيبيعوا فكرة احنا عايزين نروح رحلة لماما وبابا في البيت. بعد كده بتكبر في الجامعة فانت عايز الدكتور يشوفك بليفل معين. بعد كده انت عندك بيزنس فعايز الاودينس بتوعك يشوفوك بطريقة معينة، وهكذا. اتفضل يا احمد. ممكن نوضح حاجة بس اتفضل. كنت بعد إذن حضرتك. كلمة تبيع نفسك على فكرة مش المقصود بيها حاجة سيئة. تمام انا فاهمة يعني. قصدك والله، بس انت ايوه بالظبط، لا لا فعلا يعني حبيت عندي اوضح بابا. الجزئيه دي للشباب، يعني يمكن سنهم صغير شويه. احنا على فكره احنا كلنا بياعين وكلنا بنبيع نفسنا، بدايه من واحنا صغيرين لما بنحاول نقنع ماما وبابا في البيت انا عايز اطلع رحله. تمام، عايز اسافر، طبعا بقى الخوف الخرافي اللي هو بقى هتتخطف وهيحصل لك حاجه وبتاع. فانا ببيع نفسي هنا ازاي؟ طب انا هطلع الرحله وهرجع اذاكر، طب انا هخلي بالي من نفسي، طب انا هرد على الموبايل، وهكذا. تمام، الانترفيو هو اكبر حاجه في الدنيا بنبيع فيها نفسنا. تمام، بس يبقى بحق الله. يعني احنا بنقعد في الانترفيو انا ببيع نفسي، انا السكيلز بتاعتي كذا، انا هقدم للشركه او المؤسسه كذا، انا ممكن اعمل كذا وهكذا. فاحنا كلنا بنبيع نفسنا من اصغر حاجه لاكبر حاجه. شكرا جدا مظبوط جدا لحضرتك. جدا يعني. صح جدا. طيب، هنا فكرة زي ما أحمد قال على موضوع أبيع نفسي، أو إن أنا أبيع فكرتي، أو إن أنا أبيع الأيديا بتاعتي، أو أبيع المنتج بتاعي، أو أبيع البيزنس بتاعي، أو حتى لو عمل زي أي حد على السوشيال ميديا صانع محتوى بيخلي الناس تتابعه. ما هي المتابعة دي إن أنت بتخلي الناس تأثر فيها، ففي ناس هتتابعك، في ناس هتصدقك، في ناس هتفولو اللي أنت بتقوله. كل حد بيبقى عنده العميل بتاعه. كلمة العميل المستهدف أو الأودينس أو ماما وبابا أو هبيع لنفسي لمين، هي المعنى ده إن أنت إزاي الناس دي هتشوفك، وأنت مختار مين يقابلك في الناحية التانية. بالظبط زي ما انا مثلا انا كوتش، ومن اكتر الحاجات اللي بشتغل مع الناس ان انا از بزنس كوتش بيجي لي اودينس عايزين يبداوا البيزنس بتاعهم على سكيل البيزنس بطرق مختلفة. في ناس لسه بادية البيزنس، في ناس عاملة سايد بيزنس جنب حياتها، في ناس اوريدي عندها براند موجود وشغال، في ناس بتعمل سكيل اب للبيزنس بتاعها على حسب الدرجات. انا بتارجت الناس في المجال بتاعي اكتر كوتشز زيي، كوتشز زيي في مجالات تانية، مش بس مجرد ان انا عشان انا بزنس كوتش ما ينفعش اشتغل مع كوتشز، لا انا بشتغل مع كل الكوتشز. فانا مختاره شكل العميل بتاعي، في اللانجوج بتاعتي هتلاقوني بتكلم مع كوتشز اكتر. وكمان بحب اشتغل مع السيدات. ليه؟ لان الستات دايما في الاول في الطلعه الاولى بتبقى عطلانه، لان كتير ستات بتبقى ما اشتغلتش وقررت تعمل بيزنس فجأة، ففي جاب رهيبة في الحتة دي، وده بيفرق معايا جدا. ده العميل المستهدف بتاعي، او الناس اللي بتعمل شيفت كارير، ومن خلال براند شيفت كارير بتاعي بساعدها وبنعمل شيفت كارير على مقاس السكيل اللي هي جواه. فده من المهم قوي ان احنا نبقى عارفين مين الاشخاص اللي احنا بنكلمهم. وفي تول من التولز بتخلينا نعرف اصلا احنا نفكر في العميل ده ازاي. يعني مثلا هنا لو زي ما انا بقول انا بشتغل مع مدربين او مع كوتشز بارعين علشان يوصلوا رسالتهم ويوصلوا افكارهم للعملاء بتوعهم. فانا هنا بكتب انا اعمل فقط مع الف وب وجيم اللي هم الكوتشز المدربين، الناس اللي عايزاهم يوصلوا رسالتهم. مع شويه لو انا عايزه اتاكد ان هم دول العملاء بتوعي او هو ده الشكل للعميل اللي انا عايزاه، بكتب العكس، ارفض العمل مع نفس الناس دي. لو انا وقفت قدام نقطة ارفض العمل معاهم
وعرفت ارفض العمل معاهم عن ايه وليه، وابدا افسر نفسي. فهو ده شكل العميل بتاعي، وهوضح لكم قدام في البرزنتيشن شكل العميل بتاعنا يبقى عامل ازاي مظبوط اكتر لما نحط السايكل بتاعته مظبوط. اخر يعني بعد العميل المستهدف على طول بنبدا ندخل على السوشيال ميديا. كتير قوي 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 خدوا السوشيال ميديا للبيرسونال براند بتاعهم. يعني ايه الكلام ده؟ وجودك اي منصه انت موجوده عليها. انت موجود على لينكد ان اصلا؟ انت مجالك يسمح لك ان انت تكون موجود على لينكد ان؟ هل انت بتعمل ابديت للينكد ان طول الوقت؟ هل انت حاطط شهاداتك؟ هل انت حاطط اي سكولرشيب خدتها؟ هل انت حاطط على لينكد ان اي فولنتيرنج نزلت فيه في اي مكان ايا كان؟ هل انت حاطط مراحل حياتك كلها بالابديت؟ اللي اشتغل مثلا حط اشتغل امتى وساب شغل مثلا وراح شغل تاني. اللينكد ان من اكتر المنصات اللي بتساعد صاحبها انه يبقى ظاهر ومتشاف في مجال البيزنس بالذات، او في مجال الشغل، او في مجال البيرسونال براندنج تحديدا، لان هي من اكتر المنصات الحقيقيه اللي فعلا الناس فيها حقيقيه. اقل المنصات اللي فيها فيك اكونتس اصلا، ويكاد يكون ما فيهاش فيك اكونت. منصه بجد تقدر تتواصل مع ناس، تعمل نتوركينج، تعمل كولابريشن مع جهات مختلفة، تقدر تقدم على شغلانات، تقدر تستفيد من خبرات ومن كوادر موجودة على منصة لينكد إن وبقوة. فلو أنت موجود على أي منصة من منصات السوشيال ميديا، وبما ان انا بشتغل سوشيال ميديا مع ناس كتير قوي، فكل بلاتفورم ليه هدف انا موجوده عليه ليه. ومهم قوي ابقى عارف انا عامل بيرسونال براند مظبوط على السوشيال ميديا المختلفه دي. هل انا صح على الفيسبوك، ولا انا واخده هزار مع صحابي، ولو حد دخل شغل ولقاني على الفيسبوك بهزر الايمج بتاعتي هتبوظ عنده. طب الانستجرام هل هو بروفيشنال اكاونت ولا هو هزار اكاونت زي ما انا بقول للصغيرين؟ مهم قوي انت البلان بتاعتك اللونج تيرم بلان شكلها عامل ازاي للبيرسونال براند. البيرسونال براند مش بنام واصحى الاقيني عملت بيرسونال براند. البيرسونال براند بياخد مني بروسيس بمشي عليها، وهو ده اللي احنا هنتكلم عليه. اخر حاجه في جزئيه الفريكونسي، او في ان انا ابدا اظبط التكرار التكرار التكرار. بحط ايه على بلاتفورمز، بقول ايه على نفسي، ايه المسج اللي بعرف الناس بيها عني. في جزئيه كده هشرحها لكم قدام، اللي هي البيتش اليفيتور سبيتش دي، او ازاي لو انا مثلا احنا دلوقتي كلنا محتاجين نعرف كده باراجراف نقوله عن نفسنا دايما. وهحكي لكم هنقوله قدام، خلينا قدام اقول لكم على جزئيه الاليفيتور بيتش. نكمل. أوكي. يلا بينا. اول حاجه واهم حد، واهم حاجه مهمه قوي 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 واحنا بنعمل بيرسونال براند، هو حضرتك صاحب البيرسونال براند، الشخص اللي بيعمل بيرسونال براند. كل حاجه حواليك، هويتك، نفسك، دماغك، علاقاتك، تطورك، تخصصك، انت بتفرق مع مين ازاي على السوشيال ميديا، انت في حياتك بتقدم ايه للمجتمع بتاعك، انت وجودك فارق ازاي. وهي دي من الحاجات المهمة قوي قوي واحنا بنعمل بيرسونال براندنج. مهم قوي ان انا البيرسونال براند اصلا المصطلح العلمي بتاعه هو عبارة عن ايه؟ هو استراتيجية تسويقية لإبراز مهاراتك عن غيرك من اللي حواليك او من المهنيين لو هنقولها باللغة العربية في المجال اللي انت جواه. يعني انت هنا عايز تبرز او تتبروز عن غيرك. يعني هي كلمة ان انا بهايلايت كل حاجة حضرتك بتعملها او حضرتك بتعمليها، فابروزك عن غيرك في المجال اللي انت جواه. حرفيا كأني بعمل فلاش لايت عليك، انا بنورك. طب ايه الحاجات اللي تساعدنا علشان ننور على السوشيال ميديا، او مش في السوشيال ميديا، في اللايف ان جنرال؟ البيرسونال براند هي دايما لو احنا بنقول بأبسط الكلمات قبل ما نقول التعريفات الأساسية بتاعتها، هو بيقول لك هو انت شايف نفسك ازاي والناس شايفاك ازاي. الخط اللي في النص هو البيرسونال براند. وده ابسط حاجه وابسط تعريف موجود عن البيرسونال براند. ولو هنقولها بتعريفات اقوى شويه، هي الصوره الكامله اللي بيكونها الاخرين عنك
بتشمل ايه؟ بتشمل الهوية البصرية، وبتشمل بالإضافة لقيمك، شخصيتك، خبراتك، والربط بين الشخص والخطوات دي كلها. طيب، في ناس كتير قوي قوي، انا بما اني يعني بما اني بزنس منتور واشتغلت مع ناس كتير قوي، كان في دايما خلط كبير قوي ما بين الخطوات اللي بناخدها للبيرسونال براند والهوية البصرية. يعني ناس كانت تيجي تقول لي: يا دعاء المهم ان انا اعمل لوجو، يا دعاء المهم ان انا الوان البراند بتاعي تكون كلها لايت بلو، مهم قوي ان انا ابقى مختار فونت معين وانا بكتب اي حاجه ثرو السوشيال ميديا او ثرو اي حاجه بقدمها. الكلام ده جزء منه صح وجزء منه غلط. يعني ايه؟ يعني الهويه البصريه هو الانعكاس البصري للبيرسونال براندنج. يعني مهم قوي واحنا بنحط صور على السوشيال ميديا، وبالذات على لينكد ان او على اي منصه بستخدمها بروفيشنال، ان انا ابقى متصور بروفيشنال فوتو. ده مهم. اه ده مهم جدا. هل انت لو انت دخلت على اي اكونت من الناس الجميله اللي معانا هنا وشايفين صورها ما شاء الله كلها ناس ما شاء الله، الصور هنا انعكاس ولا مش انعكاس؟ هل حد لابس فورمال ولابس بدله واقف بريزنتبل كحد بيشتغل فورمال، زي حد حاطط صورته سيلفي على البحر مثلا؟ قولوا لي انتوا بتشوفوها ازاي، شاركوني الجزئيه دي، لان الحته دي أكيد بتفرق معايا قوي ان انا اعرف. قول لي يا كوتش. أكيد الشخص اللي هو بيشتغل ويعني الصورة بتبان عليه. يعني أكيد الشخص صورة البروفايل لو فيها بدلة أو فيها شخص شيك ولابس بطريقة معينة، فيبان عليه إن هو ده شخص، لأ ده شخص منضبط وناجح في حياته وبيشتغل. عكس الشخص صورة البروفايل فيها سيلفي وكده، لا ده شخص عادي. يعني مش ده اللي احنا بنشوفه على طول في كل الفيسبوك زي بقية الناس كده. حلو جدا. الجزئيه اللي انت بتقولها زي بقيه الناس، شفت هنا احنا بروزنا اللي لابس بدله واخد باله من الايمج بتاعه عن بقيه الناس ازاي. عرفت كلمه ببروز الشخص ازاي؟ وهو ده انعكاس الهويه البصريه. الهويه البصريه هو الجزء البصري من العلامه التجاريه بتاعت حضرتك. كلكم علامات تجاريه. المعلومه الاكيده ان انت البراند، انت الحاجه. الناس بتعرف عن ايلون ماسك اكتر ما بتعرف عن تسلا، وبتعرف عن تويتر اللي هو بقى اكس، وتعرف كل الحاجات دي. الناس بتتابعه هو. الناس بتتابع ساويرس اكتر ما بتعرف على البيزنسز بتاعته. الناس بتتابع الشخصيات السليبرتيز اكتر ما تعرف البراند اللي هم عاملينه بيبيع ايه ولا بيعمل ايه ولا بيسوي ايه. وفي ناس كتير قوي احنا بقينا نعرف البراندز بتاعتهم من اصحابها، زي كل اللي هم البيزنس اونرز اللي موجودين في شارك تانك. في ناس كتير قوي كانت تعرف البيزنسز انها ما بتعرفش الشخصيه. لما عرفت الشخص بقيت بتربط ولا العكس؟ جاوبوني كده، قولوا لي رايكم في الحته دي ايه. اه بحب اعرف بقيت لما رايكم. بعرف لما بعرف الشخص ده صاحب البروجكت ده، فبحس يعني هو فعلا الشخص ده جاية منه اللي هو كان يعمل المشروع ده، بصفاته هيئته شكله التفكير بتاعه وهكذا. لقيت انه عامل بيرسونال براندنج لنفسه مختلف. هم مش كلهم، يعني أنا حد بتابع شارك تانك، اوكي. مش دايما بلاحظ إن هم بيركزوا على البيرسونال براندنج أوي لنفسهم. يعني مش دايما كله بيبقى كده. من بعد شارك تانك بدأوا يركزوا، دي اه المعلومة اللي حضرتك ده متخيلها بس. حقيقي، أنا ده أحب حقيقي أقول لكم بجد. هذه المعلومة، إن أغلبهم بقى معاهم ناس متخصصة تعمل لهم بيرسونال براندنج بعيدا عن البيزنس بتاعتهم كلهم. ما هو ده بيبان برضو في الادز او الايه. هو احنا بنسكرول كده بيبان الاد، بيبقوا جايبين حلقة شارك تانك، وبقى هي دي بتبقى النقطة اللي احنا ندخل نشوف البروفايل بتاعه. بالظبط كده. وعشان كده من الأفضل إن كل واحد فينا يبقى عارف إن هو براند، وعارف إن هو أصلا شخص ناجح من غير ما يبقى عنده 50 بيزنس. الهدف هنا ايه؟ ان انت بتحط الايمج في صورة في دماغ الناس.
الناس عايزها تفتكرك بإيه؟ عايزها تشوف عنك إيه؟ الشخص الواثق من نفسه، الشخص القوي، الشخص اللي صوره بروفيشنال، الشخص اللي بيتكلم صح، مش كل كلامه هزار وتريقة. حتى اللانجوج بتاعتنا جوه السوشيال ميديا ده kind of personal branding. وهنا تاني لما كنت بتكلم معاكم على جزئية ان احنا مهم قوي نعرف الفاليوز بتاعتنا او نعرف السترانسز بتاعتنا اكتر، هتخليك تعرف انت تقدر تتكلم بانهي لانجوج. كمان في ناس عندها الهيومر عالي قوي، هي طول الوقت بتهزر. هو ممكن يدخل الهزار في طريقته في البيرسونال براند بتاعته على فكرة، وبدليل ان في ناس نجحوا في البيرسونال براندنج از ستارت اب كوميدي. صح ولا غلط معايا في الجزئية دي؟ ودي حاجات أنا بقولها بس كده بس بربط لكم الحاجات ببعض. تمام. طيب احنا هقول لكم جزئية الهوية البصرية. الهوية البصرية هي 4 حاجات مهمين قوي لأي حد بيعمل بيرسونال براندنج وبيشتغل من خلال السوشيال ميديا أو بيشتغل من خلال أي حاجة مكتوبة. يعني بيدي لحد ورق، بيعمل أي حاجة ليه فيها جزء كتابة، جزء خطوط، جزء ألوان، جزء صور. جزئية الصور على السوشيال ميديا أو على لينكد إن بالذات أو على كل الحاجات، المعلومة الأكيدة إن في ناس النهاردة في العالم بتاعنا محترفين تصوير حاجة اسمها personal brand image. دول محترفين ومش متوفرين كتير، دول بعض الناس موجودين وبيشتغلوا في الجزئية دي. مش أي استوديو تروح تتصور عنده صور تبقى personal brand photos، لأن هم بيدوروا على البرسوناليتي بتاعتك، بيدوروا على ايه افضل حاجة في شخصيتك، بيعرفوا الحاجة المناسبة ليك، الالوان اللي تناسب عليك، الحاجة اللي بتطلعك بجد بروفيشنال، بجد الصورة اللي تفضل عايشة معاك العمر كله زي ما بيقولوا. صورهم بتبقى ادفانس جدا، بيبقى الوانهم هي الوان البراند بتاعك اللي انت بتختارها لنفسك بعد كده، اللي انت تقدر لو قررت في يوم من الايام تعمل حاجة لوجو او تعمل حاجة تعبر عن هويتك. هم بيختاروا حاجات ريليتد بالالوان بتاعتها، بيختاروا خطوط ثابته في ده. فمهم قوي ان احنا نبقى عارفين ان الهويه البصريه هي انعكاس البيرسونال براند لكل الناس اللي بتشتغل حاجه ريليتد بالجزء ده. وتبقى عارفه ان مهم قوي ان احنا يبقى عندنا اللوجو. اللوجو ايفن حتى لو حروف. انا عن نفسي لما جيت اختار اللوجو بتاعي انا اخترت اسمي عادي جدا، واخترت ان هو يتعمل لي بخط انا مش فاكره اسم الخط ايه، بس عشان ما حدش يستغرب انا الاسامي عندي بنساها بسرعه مع القلم مع الاسف. بس عندي حاجه اسمها براند بوك. البراند بوك ده موجود فيه اسم الخطوط بتاعتي، درجات الالوان اللي انا بستخدمها في البراند بتاعي كلها، في الفيديوز، في في اي حاجه انفوجراف، في اي حاجه ريليتد بالالوان في التصوير بتاعي. هتلاقوا ان انا عندي الوان ثابته، بيربل، فوشيا، درجات البينكات والبيربلات دي كلها والوايت، هم دول الالوان الاساسيه عندي في البراند بتاعي. هتلاقوا ان انا الخطوط بتاعتي هي نفس الخط بتاع، لو انتوا شايفين البرزنتيشن هتلاقوا اللوجو بتاعي فوق موجود اللي هو دعاء العدلي بزنس كوتش. ابسط حاجه باسمك انت تقدر تعمل لوجو خفيف وشبهك يبقى موجود على كل الالوان بتاعتك وعلى كل الديزاينز بتاعتك، مختار لون ثابت. الحاجات دي بتعكس هوية ثابتة. مع الوقت انت ممكن تغيرها وممكن تطورها، ولكن الحاجات دي بتسيب انطباع في دماغ الناس كبير عن شغلك، وبتفرق كتير قوي في اللي بيبني بيرسونال براند مظبوط ينعكس على بناء براند فيما بعد. خلي بالكوا ان البراند حاجة والبيرسونال براند حاجة. البيرسونال براند هو انت، البراند اي حاجة هتقدمها سواء خدمات سواء منتجات في المستقبل. فاللي بيبني حاجة من دلوقتي بيبني حاجة لبعدين، كأنها ستيب فورورد، انا عندي فيجن وهوصل لها بإذن الله. الجزء اللي بعد كده احنا بنتكلم على البراند في العموم. مهم ان انت تبقى عارف عن نفسك وعن كل حاجة. الايمج بتاعتك انت بتتكلم عن ايه، الميشن بتاعتك انت بتخاطب مين وبتتكلم مع مين، الفاليوز بتاعتك انت
يعني ايه الفاليوز اللي بتميزك عن اي حد تاني. يعني مثلا انا عندي التوب فاليوز بتاعتي، انا حد اوبتيمستيك، حد متفائل قوي، حد مرن جدا، عندي المرونة عالية جدا، ومن الناس الفلكسبل في التعامل جدا. حتى انا دايما عندي كوت اسمها سهلة وبسيطة، شايفة ان كل حاجة سهلة وبسيطة، وان احنا اللي بنسهلها على نفسنا ما نعقدهاش، لان معانا في الكوكب ناس كتير بتعقدها للاسف. فشايفه ان كل ما سهلناها على نفسنا وعلى الناس بتسهل وبتبقى بسيطه. شايفه دي values انا عرفتها منين؟ عرفتها لما عملت سيرش عن حاجه اسمها your top values. كل واحد فينا جواه القيم الفطريه اللي ربنا فطرنا عليها. مهم قوي نكتشف نفسنا. زي ما احنا قلنا، انت البراند، اول حد هو حضرتك. عملنا الايمج في الهوية البصرية، ان احنا عرفنا الشعار والخطوط والالوان والصور، ازاي نختار صور صح، وازاي نعمل صورنا بروفيشنال ونحطها على البلاتفورمز المختلفة، ونعرف نصور او نتصور عند حد بروفيشنال في الجزئية دي. وده كان اول حاجة الايمج. تاني حاجة الميشن، انا بعمل اللي انا بعمله ده ليه، وهو ده البيد واي بتاعي. تالت حاجة الفاليوز بتاعتي. مهم اكتشفوا الفاليوز بتاعتكم، صدقوني هتفرق معاكوا قوي. الفيجن بتاعتكم انتوا كل واحد فينا في الحياة، لو حتى في الجامعة، لو حتى اتخرج من الجامعة، لو حتى اشتغل بقاله كذا سنة، او حتى بقاله سنين حتى بيشتغل زي كده، مهم قوي ان انت يبقى عندك فيجن للي انت بتعمله. كل واحد فينا بيبقى عنده بلانز مختلفة بفيجن كبيرة. بيبقى عندك لونج تيرم بلان، بيبقى عندك شورت تيرم بلان. مهم ان الفيجن تحدد البلانز بتاعتك هتوديك فين. يعني لو انت عندك فيجن ان بعد كذا سنة يبقى عندك يور اون براند، وعندك شركة خاصة بيك في مجال البيزنس انفورماتكس زي بولا، او زي اي حد منكم عنده حاجة متخصصة في مجاله، هو محتاج يبقى عنده الفيجن اللي بناء على بنائه للبيرسونال براند بتاعه النهارده يقدر يحط الخطوات في البلان بتاعته للمستقبل من الفيجن دي. احنا ليه بنعمل بيرسونال براندنج، وليه مهم ان احنا يبقى عندنا البيرسونال براند؟ في حاجات كده دايما بيقولوها، هي يعني كلام كتير مهم وبيفرق جدا. زي ما انا قلت لكم، احنا بنتبروز عن الناس اللي بره، او احنا لما بنعمل بيرسونال براند بيبقى فيه برواز مختلف، كأننا عاملين فلاش لايت على الشخص اللي بيعمل بيرسونال براند. من الحاجات المهمة ان انت بيبقى عندك تميز مختلف عن اللي حواليك، لان الناس بتبقى شايفة ان انت عامل حاجة مختلفة عن كل الناس، او الريبيتيشن بتاعتك بدأت تبقى مختلفة، او ان انت بقيت مميز بطريقة او بأخرى. فالتميز والأصالة بتخليك فعلا متفرد بحاجة انت بتبنيها في البيرسونال براند بتاعك مع الوقت. من الحاجة المهمة برضو ان انت بتتفوق على اي حد زيك في نفس مجالك، بس هو كمان مش عامل بيرسونال براند. فلو احنا معانا 5 في نفس مجال احمد مثلا، وقلنا مين فيهم عامل لنفسه بيرسونال براند، صدقوني اللي عامل لنفسه بيرسونال براند بيبقى فرصته اعلى كتير، وقيمته والفاليو بتاعته اكبر بكتير من الناس التانية. فدايما بيبقى عليه الاختيار، ودايما الناس بتريكومند الشخص اللي عامل لنفسه بيرسونال براند ومركز على الجزئية دي. شكرا للي بيلعب بالقلب. تالت حاجة المصداقية. لما بتبقى عامل بيرسونال براند وبتبقى شغال على نفسك، انت فعلا بتبقى مركز على ده، وبتبقى عامل سمعة كويسة في وسط الناس اللي حواليك. وده بيفرق وبيديك بصمة كويسة جدا، وبيديك هوية حقيقية جدا. رابع حاجة، احنا هنا بجد بنشتغل على شغفنا، وبنشتغل على نقاط قوتنا، وبنشتغل على القيم بتاعتنا، وكل ده بيخلي حكايتنا اللي احنا بنحكيها طول الوقت فيها مصداقية عالية جدا، وفيها نوع من انواع الحقيقيه. لان من اجزاء المهمه واحنا بنعمل بيرسونال براند ان احنا بنحكي حكايتنا. احنا جينا هنا ليه؟ احنا ايه اللي جابنا هنا؟ انا هحكي لكم حكايتي في الاخر وهقول لكم هدفها ايه. بس مهم قوي ان انتوا تبقوا عارفين ان احنا طول الوقت بنحكي حكايتنا، بدأنا منين ورحنا فين وفرقنا في الحياه دي ازاي.
زي ما قلت اخر حاجه الهويه البصريه، ان انت بيبقى صورك متعلقه في دماغ الناس. لو دخلت عندي مثلا او عند اي حد من الناس المشهوره على السوشيال ميديا، هتلاقي ان صورته اللي موجوده على الانستجرام هي نفس صورته اللي على الفيسبوك، هي نفس صورته اللي على التيك توك، هي نفس صورته اللي على لينكد ان. هو حد بروفيشنال على كل المنصات. انت لو فتحت اي اكونت او جالك اي فيديو وشفت الصوره اللي على الفيديو، هتعرف ان هو ده الشخص اللي انت متابعه واللي انت عارفه، حتى لو جالك فيديو انت ما شفتوش قبل كده من اي اكونت من اكونتاته. وهنا دي بتبقى هوية بصرية، ربط شكل الشخص بصورته، وده من الحاجات اللي فارقة. بعض الاكونتس او يعني زمان كان من الحاجات برضو الجزء الهوية البصرية ده فارق، ان في ابلكيشنز كتير كانت الناس بتعرف بعض من الصور. فلو انت صورتك مش واضحة وصورتك بروفيشنال وصورتك متعلقة في دماغ الناس ما كانتش بتعرفك. فده من الحاجات المهمة جدا، ان انت بتسيب بقى انطباع في الدنيا البروفيشنال، مش في صداقة وشات بوكس او زي كلاب هاوس وزي الحاجات الكتير اللي الناس تعمل عليها شات. لا، ده انت بتسيب انطباع في دنيا بيزنس وفي دنيا هتعود عليك بالنفع الكبير في المستقبل. تمام. بعد كده احنا تاني، انا لازم برضو افرق واعرف برضو كتير قوي قوي قوي، بحب اتكلم ايه الفرق ما بين الهوية البصرية والعلامة التجارية الشخصية، لان في ناس بتخلط ما بين الاتنين. بس اهم حاجة في الموضوع ان الهوية البصرية جزء من العلامة التجارية الشخصية، وهي الجانب المرئي منها. يعني هو الصور والالوان والخطوط واللوجو بتاع حضرتك، دول هويتك البصرية، وده انعكاس للعلامة التجارية الشخصية في أي حاجة ملموسة مكتوبة فيها، ورق، فيها سوشيال ميديا، فيها واتساب جروب، صورة على واتساب. في ناس كتير بتعرف بعض من صور الواتساب، لما بتتقابل وبتشوف الأشخاص بتعرف قد ايه الكواليتي بتاعت الصورة بتاعتهم على الواتساب. ممكن مجرد انت بعت لحد صورة يعني حاجة مسج من الواتساب، هو ممكن يحكم عليك من الصورة اللي على الواتساب. تخيلوا ان الصورة بتاعت الاكونت بتاعت الواتساب دي قد ايه مهمة جدا. العلامة التجارية الشخصية زي ما احنا قلنا هي الصورة الكاملة اللي بيكونها الناس الآخرين عنك، وبتشمل الهوية البصرية وقيمك وشخصيتك وخبراتك وكل الأجزاء اللي احنا بنقولها دي. طب العلامة التجارية الشخصية بتتكون من إيه؟ بتتكون من الهوية، بتتكون من القيم، زي ما احنا قلنا مهم نعرف القيم. هي شخصيتك بجد، هي كل خبراتك، انت مين، درست ايه، دخلت ايه، كنت في مدرسة ايه، كنت في جامعة ايه، كنت في دخلت سكولرشيب اثناء الجامعة، دخلت مثلا فولنتيرنج في حاجة كنت بتعملها. كل حاجة هي انعكاس لحضرتك. رسالتك هنا وهي الرسالة اللي انت بتقولها للناس. دايما كلمة الرسالة بتبقى إجابة لأربع أسئلة: أنا مين، بقدم إيه، لمين، عشان إيه. الرسالة هتفرق معاكم جدا بعد كده في تكوين القصة، او الناس بتعرف انت هنا ليه. لو ما قلتليش حكايتك انا هعرف منين انت مين. كتير قوي قوي بنتكلم عن البيرسونال ستوري او البراند ستوري، وناس كتير قوي بتفرق في السوشيال ميديا النهارده انها طول الوقت بتحكي حكايه البراند بتاعها، بتحكي هي بدأت امتى، بتحكي هي بتعمل ايه جوه البيزنس، بتحكي هي شغاله ازاي، بتحكي ايه الاوردرز جات لها عامله ازاي، بتحكي عن نفسها، بتحكي عن شغلها، بتحكي عن حياتها. فالرسالة جزء كبير ولا يتجزأ من قصتك اللي دخلتك للبزنس بتاعك، اللي دخلتك للجامعة بتاعتك، اللي وصلتك للمكان اللي انت فيه. فمهم قوي احنا نبقى عارفين الرسالة كويس قوي، عارفينها. تاني ولو هقولها لكم في 4 أسئلة، دايما بنقول انت مين، بتقدم ايه، لمين، علشان ايه. انا دايما بقولها على نفسي، لو هقربها ليكوا، انا دعاء العدلي، بزنس كوتش اند منتور، بساعد السيدات انهم يكتشفوا شغفهم ويعرفوا البيزنس بتاعهم علشان يقدروا يكونوا منتجين في الدنيا بتاعتهم عن طريق كورسات وسيشنز. فلو هقول هي دي رسالتي، بقول ده بأبسط حاجة انا بعملها. مستوعبين الحتة دي؟ لان دي هتفرق معاكم جدا في تكوين الستوري بتاعتكم فيما بعد. التواصل هنا هو الهدف منه انت ازاي بتستفيد من النتورك اللي انت فيها. معلش سوري. التواصل كلنا في نتوركس مختلفة. ازاي احمد يعمل كولابريشن مع دعاء،
ازاي بولا يكلم احمد ويقول له انا بقدم 1 2 3 وعايزه اتعاون معاك. ازاي حبيبه تقول لي انها عندها انترفيو محتاجه مساعده. التواصل من اهم الحاجات اللي هتساعدكم في البيرسونال براندنج بتاعكم. بمعنى كلنا حوالينا شبكات معارف كتيرة جدا، ما بين دنيا شخصية، ما بين علاقات، ما بين أسرة، ما بين أصدقاء، ما بين صحاب جامعة، صحاب مدرسة، صحاب جيران. كل الدنيا اللي حوالينا هي شبكة تواصل كبيرة جدا. مش معنى ان انت اكستروفيرت او ان انت انتروفيرت ان ده هيبقى مؤثر في جزئية التواصل في البيرسونال براندنج بتاعتك. ويعني ايه اكستروفيرت او انتروفيرت؟ في شخصيات منغلقة على نفسها مش بالبساطة بتعرف تتكلم مع اي حد، وفي شخصيات عندها استعداد تتواصل وترغي وتتكلم، واكستروفيرت وعندها استعداد تصاحب الناس، اللي هو بيمشي صاحب طوب الارض زي ما بيقولوا عليه. ولكن انا لما ببدا اعمل بيرسونال براندنج وببدا اعرف انا رسالتي ايه وهويتي ايه، انا مين، شخصيتي ايه، ايه خبرتي، هقول للناس عني ايه، وابدا اشوف العلاقات اللي حواليا ايه اللي هيدعم البيرسونال براند بتاعي، وايه اللي انا لما ابقى عارفه حد زي احمد حسن وفي ترشيح لكورس في حته معينه وهو عارف ان دعاء بتقدمه، بمنتهى البساطه احنا كونكشن وعلاقات وصداقات ومعارف، هيبقى عارف اه لا ده فلانه بتقدم الكورس ده. حد تاني زي بولا ممكن حد عنده يبقى عارف ان هو في الجزئيه بتاعته شاطر ومحتاج حد في البيزنس انفورماتكس بتاعته، فيبدا يعمل له ترشيح، وهكذا. الجزء ده بيساعدك ان انت تربط عناصر العلامه التجاريه الشخصيه ببعض وتعرف توصل لناس اكتر بمنتهى البساطه. لحد كده انتوا معايا ولا حد نام مني ولا تهتوا مني ولا اي حاجه؟ قولوا اه لا اعملوا سب لا اب لا، حلوة اي قوي حاجه. كده، حلوة قوي. تمام والله ماشي زي معايا الفل. متابعين مية مية. زي الفل. عشان بس ابقى حاسه ان في حد شايفني وحد بيرد، عشان انتوا قافلين الكاميرات كمان فمش شايفه مين فاتح ومين مش فاتح. اوكي يلا بينا. طيب اهميه العلامه التجاريه الشخصيه. حلو. احنا قلنا الاركان بتاعتها وليه بنعملها وكل حاجه عنها. من الحاجات المهمه قوي قوي واحنا في الدنيا بتاعتنا ان احنا بنبقى موجودين في وسط ناس احنا مش عارفين نتعامل. طب هو انا محتاجة اعرف الناس عني من انا، اعمل الاويرنس بتاعة الفانل ان الناس تعرف ان دعاء موجودة. من الميكسات في الدنيا بتاعتنا ان احنا محتاجين نمشي في بروسس نعرف الناس عن نفسنا ونوجد وعي. بمعنى ايه؟ زي ما احنا قلنا الرسالة بتاعتنا انا مين، بقدم ايه، لمين، علشان ايه. فمحتاجة دايما اقعد اعيد وازيد، ودي الفريكونسي او التكرار الجزئي اللي انا قلت لكم عليه. احنا محتاجين نقول كل مرحلة العميل بتاعنا او الناس اللي حوالينا يعرفوا ان احنا موجودين، ان احنا بنعرف نقول انا هنا، انا بقدم كذا، انا بعمل ده. تمام. انا لو هنمشي بالخطوات دي هنتكلم بيها على السوشيال ميديا وده هيكون اسهل ليكم برضه هتستوعبوا الفكرة اكتر. اول حاجة انا بعمل خلق الوعي بتاعي ان انا بقول للناس انا موجود، وبعرفهم عني، وبعرف عن انا بقدم ايه، او انا شاطر في ايه، او انا لو احتاجوا ايه يلاقوا الاجابة احمد، لو عايزوا ايه بالظبط يلاقوا الاجابه حبيبه، لو عايزوا ايه بالظبط يلاقوا الاجابه دعاء. معايا في الحته دي اول نقطه. تاني نقطه، الناس هتبدا تعرف ان احنا موجودين. خلاص احنا بدانا نكون شكل العلامه التجاريه اللي احنا بنبنيها عن نفسنا. احنا متفقين ان هي مش هنام الصبح هدوس على زرار هيبقى في علامه تجاريه، لا، انا محتاج اشتغل على نفسي في الحته دي. تاني حاجة هقول له أكتر عني، هقول له عن أنا قدمت إيه، مجموع خبراتي عامل إزاي، اشتغلت في كام حاجة في حياتي، عملت كام شيفت كارير في حياتي وده اللي بيساعدني إن أنا أتكلم في الشيفت كارير. إيه مجموع الخبرات اللي عندي، كل المراحل اللي عندي أو كل حاجة العميل هيبقى شايفني إزاي أو فضوله إزاي إنه يجي ياخد سيشن معايا أنا بالذات. ودي من الحاجات المهمة قوي إن إحنا نوصل للناس نعرفهم عننا أكتر. تالت حاجة مرحلة المحاكاة، ان العميل يفكر لو هو المنتج بتاعك او انت في الخدمة هو هنا المنتج او الخدمة، هي مكتوبة بس المنتج، بس هي المنتج، الخدمة،
الشخص لو في وظيفة، خلي بالكم الثلاث حاجات هم دول المقياس، سواء منتج سواء خدمة سواء شخص رايح وظيفة، ان هو ده اللي هيلبي الاحتياج اللي عنده. يعني لو منتج او خدمة، هو فعلا الكورس ده يستاهل ان انا اروح ادفع فيه 10000 جنيه؟ مش اوقات احنا بنبقى عايزين ناخد كورسات معينه ابجريد، وبنلاقي حاجات ايه ده انا عجبني كورس ما كان حرفيا ب 150 الف جنيه، فوقفت قدام نفسي كورس خطير وفي ليفل رهيب، بس حسيت هو انا امتى الكورس ده هيعود عليا ب 150 الف جنيه؟ فحسيت ان لا مش وقته، غيري الفكره. فممكن اكون انا في مرحله المحاكاه عند الكوتش اللي كان عامل الكورس، ولكن لما فكرت فيه، هل ان انا لما ادفع الفلوس دي هاخد فايدة تساوي الرقم اللي انا دافعه؟ وهنا احنا بنبيع الحاجات مع اختلافها، منتج، خدمة، شخص بنفسه، اللي هي الهوية بتاعت حضرتك. ودي المرحلة هنا لو هنمشي بنقولها للناس برضو في مرحلة البيرسونال براند بتاعتنا، ان هنا المرحلة دي بيبدأ المنافع اللي بتلبي الاحتياج. يعني في حاجة دايما، اي حد بيعمل اي منتج، اي خدمة، اي شخص يروح يشتغل في مكان ما، هو انت بتلبي نيد. يعني في حاجة للمنتج ده، انت مش هتروح تشتري منتج لباب الرفاهية وخلاص، ولا هتروح تاخد كورس لباب الرفاهية وخلاص، ولا حد هيقولك تعالى اشتغل في بوزيشن كذا لباب الرفاهية وخلاص. لو ما فيش احتياج للمنتج او الخدمة او الشخص ده في المكان ده، فده مش هيحصل. وده ينطبق علينا احنا كلنا واحنا بنعمل بيرسونال براند كمان. فمهم قوي ان احنا نبقى عارفين المراحل دي كلها بتبقى ماشية معانا ازاي. بعد كده مرحلة التحول هنا الرابعة، ان العميل جاهز. المرحلة دي هيبدأ يدفع، هيبدأ يقول لي الله لا الكورس اللي انت بتقدميه ده انا ممتاز ليا، او إيه انت مناسبة تشتغلي الوظيفة دي. وهيبدأ هنا بعد ما عرفته على نفسي، خلقت الوعي وهو بدأ يبقى عنده اهتمام، عرفته عني انا مين اكتر، مرحلة المحاكاة، دخل في مرحلة التحول ان هو العميل جاهز انه يدفع فلوس. وبدأ يبقى فيه مرحلة الاحتفاظ بقى، اللي هو يبني علاقة معاك، ان انت هتشتغل معاه، انه اشترى المنتج بتاعك، انه اشترى الخدمة بتاعتك، اي حاجة. اوعى تتجاهل العميل في مرحلة الدفع دي. ومهم جدا ان احنا بنعمل نتورك مع كل الناس اللي بندخل معاهم في اي حاجة في الحياة. بمعنى لو انا دخلت في شغل جديد، انا مهم قوي ان انا من اول ما ادخل افت المكان اللي انا رايح له، الناس دي تشوفني انسب واحد فعلا، ان انا إيه على فكرة ده احمد ده هو الشخص المناسب، ده الحمد لله ان احنا لقيناه في الشغلانة دي. ودي من الحاجات اللي بتفرق جدا واحنا بنحط الحاجات دي في المايند سيت. ودي على فكرة بنفس التكنيك او بنفس بالظبط الفانل بتاعة البيع. يعني ما تستغربوش ان انا حطاها هنا، فانل البيع في البرودكت وفي السيرفيسز وفي ان انت تروح تشتغل في مكان، هي نفس الكونسبت، بس اللي يعرف يطبقها صح. بعد كده مهم قوي مرحله اخر مرحله، ان انت يبقى في فيدباك، ان انت خلاص اشتغلت معاهم، فانت هتفضل معاهم بقى فتره، يعني هتترقى، هتقعد، هتبقى موجود. انا بتكلم على الشغل لاني لقيت معانا ناس كتير سنها صغير ومحتاجين موضوع الشغل ده، او انهم يطلبوا منك انت كمان، لانك بقيت عامل بيرسونال براند عندهم وعامل بوزيشننج كويس عندهم، فمحتاجين منك فيدباك عن الشركة مثلا، محتاجين منك تريكومند حد تاني يجي معاهم الشركة. لو انت مشتري منهم منتج او خدمة مثلا، او هو اشتروا منك منتج او خدمة، هنا بتبدأ ترشح المنتج ده لدوائرك. ومهم قوي زي بالظبط لما بناخد كورس او بنقابل حد بيدي كورسات، ايه اللي بيحصل؟ باجي في الاخر اقول لهم اكتبوا لي ريفيوهات، ولو عندكم حد مهتم بنفس الكونسبت اللي انا بقدمه، رشحوا ناس من اصحابكم او من اهلكم انهم هم كمان يقدموا وياخدوا الكورس ده معانا. السايكل دي بتمشي فعلا في الكورسات، وتمشي في الخدمات، وتمشي في المنتجات، وتمشي في ان انا ببراند نفسي مظبوط. ازاي اخلي الناس شايفاني بصورة ذهنية مظبوط؟ واضحة؟ تمام. اوكي زي الفل. اتفضل يا بولا. معلش، هو يعني أنا حاسس السؤال ده غريب شوية، بس يعني أنا كبولة في الجامعة، لو حابب
اعمل بيرسونال براندنج لنفسي، فهل لازم اكوميونيكيت مع الناس كتير، وافضل كل يوم مثلا اول ما اشوفهم اتكلم معاهم واتواصل معاهم على طول، ولا يعني انا كنت عايز اسالك في الحته دي، حضرتك رايك ايه حته الجامعه مثلا؟ الجامعة انت عندك حاجات كتير جوه الجامعة بتعملها. عندك الاس يو زي الستودنت يونيون جوه الجامعة، لما بتبقى موجود فيه وبتنتشر جوه الجامعة فالدكاترة بتعرفك والناس بتعرفك، وبيبدأ يبقى ليك بوزيشننج جوه الجامعة ان بولا معروف انه بيقدم كذا 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 من خلال الستودنت يونيون الاس يو، صح كده؟ بتبقى جوه الجامعة انت بتعمل حاجات مع الدكاترة وبتشتغل على حاجات اكسترا جوه الجامعة. ممكن في الأجازة بتنزل أي مكان، مش هي اسمها ايه في الصيف، الشغل بتاع الصيف اسمه ايه؟ مش فولنتيرنج، اسمه ايه التاني؟ تانية هقول لك سمر الاسم. انترنشيب. ستودنت ممكن ايوه، اكتيفيتي. انترنشيب في اماكن كبيره او في اماكن توازي المكان اللي انت فيه. الانترنشيب والجامعه وشغلك جوه الجامعه هيديلك بوزيشننج ان انت لما تعمل بروفايل على لينكد ان هيقولوا ان هو لو هو كان في الثانويه العامه او في الاي جي ايا كان كنت في ايه، كان بيشتغل وكان بيروح مثلا اي ايفنت ريليتد بالاي جي او مثلا في المدرسه. تمام. لما دخل الجامعة بدأ يعمل حاجات نشاطات طلابية وبقى اكتف، وده شخصية يعتمد عليه وبيعمل ايفنتس وبيروح وبيجي وبيعرف الناس. البروفايل بتاعه بيقول انه حد اكتف قوي وطول الوقت بيعمل حاجات. ايه ده مش بس طالب جامعة، ده كمان نزل سمر اللي هو انترنشيب وراح وده ومش عارف ايه. هل واحد زي كده ببروفايل عامل كده زي واحد دخل الجامعة وطلع من الجامعة كل سنة واحنا طيبين؟ اديني رأيك. لا اكيد لا. وصلت للنقطة دي، انت عملت ايه عند الناس؟ اه عملت بيرسونال براندنج بمجهود. بص، احنا دلوقتي زمان على زماننا، يعني انا دايما بقول لاولادي عشان انا ولادي قد حضرتك، انا عندي تانية جامعة واولى جامعة فما تستغربش خالص. اوكي، ربنا يخليهم. عندي واحد تانية هندسة وواحد اولى بزنس انفورماتكس، فانا فاهمة اللي انت فيه كويس قوي. حلو. الفكرة ما فيها ايه، هم وهم في المدرسة كانوا بينزلوا في الصيف شغل. اولى تانية تالتة ثانوي كانوا بينزلوا شغل في الصيف ده بجد، شهرين الصيف بينزلوا يشتغلوا. وكان في اي حاجة كان في حاجة اسمها student union او لا ثانية، كان في حاجة تبع المدرسة عبارة عن collaborations ما بين مجموعة مدارس كانوا بيحضروا كل الايفنتس. ولما كان في اي كامب ينفع يروحوا كنت بوديهم. فبقى معاهم certificates كتيرة جدا انهم عملوا حاجات. فدايما اقول لهم اعملوا الاكونت على لينكد ان، وده هيساعدكم ان انتوا كل ما بتكبروا كل ما بيتقل البروفايل بتاع حضرتك كل ما انت فرصتك في الدنيا بقت اكبر. ليه اكبر؟ تاني احنا بنقول احنا بنبروز نفسنا في وسط الناس اللي حوالينا. هل احنا بنبروز نفسنا بالهمبكة ولا احنا بنشتغل على ده؟ جاوبوني بصراحة، قولوا لي ممكن شايفينها ازاي. اتفضل يا حازم. كنت عايز سؤال تاني بس. طيب اوكي، طب ايه السؤال؟ لا، انا كنت عايز اسمع السؤال تاني. عايز تسمع سؤال بولا تاني؟ هو كان بيسأل ان هو بس يكلم الناس اللي حواليه هو ده اللي هيخليه يتعرف اكتر، ولا ايه الحاجات اللي المفروض يعملها؟ امم ما هو حاجات كتيرة يعني، مش هو برضو زي ما حضرتك كنت بتقولي ان الفانل بتاعتنا برضو ما تبقاش في حتة واحدة يعني. ما احطش البيت بتاعي كله في سلة واحدة. اللي انا اقدر اعمله برضو من غير ما يبقى مجهود عليا ممكن اعمله يعني. زي ايه لو من انا غير مشيت. مجهود؟ قول لي قصدك ايه بغير مجهود، قول لي انا عايزه افهم وجهة نظرك. حلو قوي. يعني مثلا انا دلوقتي هو لو هو بالنسبه له ان هو يقعد يكلم الناس كتيره في الجامعه، يبقى مثلا في وقت الفاضي ينزل ويلف على الناس ويتكلم، شايف ان ده مجهود عليه. طب خلاص، شوف ايه الحاجه اللي ممكن توصلك لنفس الهدف، ان انت تعرف الناس بيك واويرنس، بس من غير ما تنزل انت بنفسك. لو انت مثلا على السوشيال ميديا حابب تعمل بودكاست اوديو بس مثلا، تبدا بيها بعد كده تبقى جميل فيجوال. جدا. ايه الريسورسز اللي عندك اللي تخليك توصل للاويرنس دي
بابسط مجهود. هي دي السمارت ورك، يعني ليه هتفرهد نفسك برافو او ما عليك. دام تقدر. smart not hard. بالظبط. do it smart not hard. برافو حازم، حلو حلوة الكلام. أوي. افكار. لو عايزيني اقول لكم ازاي تعملوا بودكاست من البيت بفويس بس، قولوا لي في الاخر خالص ابقى اقولها لكم. خلوها دي في الاخر خالص، ممكن اديكم كحاجه كده تساعدكم. انا فويس اوفر برضه بالمناسبه، وعندي بودكاست دي ونفس الحته برضه حاضر. بص انا مذيعه راديو يا فندم، ومذيعه في صدى البلد، وعملت حاجات كتير قوي قوي، بس ده من الحاجات اللي ما بحبش. احنا هنا بيزنس، بقول حاجات البيزنس، ما بقولش الحاجات الحاجات التانية دي خلينا فيها مع بعض. لا، ما انا دارسه اعلام ودارسه راديو، وبقالي 3 سنين ونص مذيعه في التسعينات اف ام. عندي برنامج اسمه سنه اولى بزنس، انا في الموسم الثامن خلاص، اخر حلقه يوم الاثنين ان شاء الله في الموسم الثامن، وبعد رمضان يبقى التاسع باذن الله. وعارفه اللي انت بتقوله، فعشان كده بقول لك انا ممكن اقول لك حاجات بسيطه كده من البيت تعملوها بمنتهى البساطه لو انتوا عايزين تشتغلوا سمارت نوت هارد، هل فسهله وانا وبسيطه ان شاء الله. هل برنامج الراديو ده ممكن نلاقيه على يوتيوب مثلا او بودكاست او حاجه؟ موجود على سبوتيفاي، وموجود على الابليكيشن بتاع راديو التسعينات، ممكن ابعتها لكم. لو ممكن يا ريت. اه طبعا، انا موجوده كل حاجه، هتلاقوا باسمي كل الحاجة. بس هو عيب الويب سايت ان مش عليه اسامي ضيوف، يعني انا بكتبها دايما عندي على السوشيال ميديا مش على الويب سايت. بس هتلاقوا حلقات خطيره، استقبلت اكتر من 80 ضيف، كلهم كنا بنتكلم على السكسس ستوري بتاعتهم في مجال البيزنس، وازاي عملوا بيرسونال براند ناجح جدا، وازاي شخصيات كوادر خطيره. فبرضو ده ممكن يلهمكم ويفرق معاكم اكيد ان شاء الله. ان نكمل. شاء الله. اوكي يلا بينا. ماشي. بسم الله. اللي فيها سمسم. طيب، نرجع تاني لتحديد جمهورنا المستهدف، او احنا بنخاطب مين، او مين الشخص اللي احنا محتاجين نبقى عارفين ان هو ده العميل المثالي بتاعي، او الشخص اللي عايزه يتابعني، او الشخص اللي عايزه يشتريني، او الشخص اللي عايزه يشغلني معاه. مهم قوي التحديد بتاعت الحتة دي. وتاني، انا لو عارف انا الفيجن بتاعتي ايه وانا بعمل ايه، صدقوني الموضوع ده هيبقى بسيط. في مجال البيزنس في عندنا كده زي سيستم، بنفكر في العميل بتاعنا كأننا بنفكر في نفسنا بالظبط. يعني انا واحده من الناس دايما بقولها يعني للناس اللي بعمل معاهم كوتشنج سيشنز، دايما فكروا في العميل بتاعك وهو انت من 5 سنين. يعني ايه انت من 5 سنين؟ يعني انت كنت نفسك توصل للي انت وصلت له النهارده من 5 سنين، ولا ما كنتش عارف ان انت هتبقى في نفس البوينت اللي انت فيها؟ فأسهل عميل لنفسك هو حضرتك من كذا سنة. إيه، على حسب بقى سنك، يعني بعيدا ان في منكم صغيرين وفي اكبر. فدايما بنقول احنا محتاجين نبقى عارفين الاوتلاين بتاع شكل الاودينس بتوعنا، اللي هيتابعونا، اللي هيشتروا مننا، اللي هيعرفونا، اللي هيشتروا سواء منتج سواء خدمة، او يشغلونا معاهم. هم عاملينه ازاي؟ من الحاجات الجميلة قوي قوي اللي حد في الاتش ار كان دايما يقولها لنا زمان، وانا بشتغل في كواليتي اشورنس في مرحله من مراحل حياتي. يعني كنت بشتغل في مدارس، مساعد مدير الجوده التعليميه في مجموعه مدارس دوليه، ده زمان. كانوا دايما بتوع الاتش ار يقولوا ايه للولاد اللي جايين يقدموا في المدرسه في اي مجال إن كان: انت ذاكرت انت جاي هتقابل مين قبل ما تيجي ولا لا؟ ففي حته مهمه قوي الناس بتغفل عنها. انت رايح انترفيو، يا ترى انت عارف هتقابل مين؟ يا ترى انت عارف هتقول له عن نفسك ايه؟ يا ترى انت شايف شكله ايه؟ يا ترى هو حد عامل ازاي؟ فمن الحاجات المهمة قوي، والسوشيال ميديا ساعدتنا عليها، ان احنا بقينا نقدر نلاقي الناس على السوشيال ميديا، نلاقي الاكونتس على لينكد ان، نلاقي الاكونتس على السوشيال ميديا للاشخاص اللي احنا هنقابلهم في يوم من الايام. اوقات في البيرسونال براندنج بالذات انت بتعجب بشخصيات ناس، وتفكر هم دول الشكل اللي انا عايزه اكون عليه، ويكون شكل عميلي شبه الناس اللي عندهم. انا لما دخلت مجال الكوتشنج كان من الحاجات اللي فارقه معايا في الاي سي اف ان انا بشوف نماذج خطيره في الكوتشنج، ونماذج مؤثره، زي كوتش احمد الضبع. باشمهندس احمد الضبع هو من الشخصيات اللي بالنسبه لي، انا يعني هو شخص شاطر جدا، وهو ريليشن شيب كوتش، ودرس مع برضو كوتش حسام الغروري زيي، واتعاملنا مع بعض في الحته دي. والفكره ما فيها ان في شخصيات هو شخص شاطر، طب انا عايزه اعمل بيرسونال براند زيه. انا بديكوا اكزامبل، مثلا انتوا ممكن تلاقوا حد في دنيتكم ناجح قوي، ويعجبكم طريقته،
شوفوا هو بيعمل ايه. على فكرة احنا بنتعلم آه، بالمشاهدة. يعني ايه بنتعلم بالمشاهدة؟ السوشيال ميديا ملهاش كبير. يعني ايه السوشيال ميديا ملهاش كبير؟ يعني اغلب الكونتنت كرييترز اللي ظهروا على السوشيال ميديا مفيش مدارس بتطلع كونتنت كرييترز. الناس شافوا مين نجح وقلدوه. الناس مشوا ورا الحاجات القوية في السوشيال ميديا وعملوها فنجحوا. إيه الموضوع؟ يعني نظري ان هو حاجه ما بقالهاش 50 سنه ولا 20 سنه، حتى السوشيال ميديا كلها على بعضها ما بقالهاش حاجه و20 سنه. انما الفجأة البومينج اللي حصل في السوشيال ميديا حصل من بعد اللوك داون، من بعد 2020، بعد الكوفيد. فبقى في ناس كتير موجوده اون جراوند على السوشيال ميديا وشخصيات ناجحه. انت ممكن تشوف حد تحب ان يكون ده الموديل بتاعك او حد قوي، ولما هتشوف الشخصية الناجحة دي انت مش، ما بقولش ان انت تكوبي بيست من حد، وما بقولش ان احنا بنقلد حد، وما بقولش ان احنا بناخد الناس زي ما هم. لا، في حته عارفين زمان زي ما كنا بنقول ده القدوه بتاعتي او ده يعني ايه قدوتي. هي كلمة قدوتي بالعربي اللي احنا كنا بنقولها، ده كان هو ده المثل الأعلى الرهيب بالنسبة لي. أنا كان عندي حد بالنسبة لي هي شخصية جميلة جدا وهي كانت ناجحة قوي، وكان دايما بالنسبة لي إن أنا عايزة أبقى زي الست دي. فكل شغلي بتفرج هي كانت بتلبس ازاي، بتعمل ايه. بالنسبه لي كانت حد ناجح جدا. زمان كان غير السوشيال ميديا دلوقتي. النهارده السوشيال ميديا انت ممكن تشوف حد في نفس الحته اللي انت فيها شبهك وقريب منك وعامل خطوات سبقك فيها بكذا خطوه، وبناء عليه تشوف مين مين الناس اللي بتتابعه، شكل العملاء بتوعه ازاي. هو دول العملاء اللي انا ممكن لو دول عملاء عندي او اشتغلت مع حد زيهم او اشتروا مني خدمة او منتج في المستقبل يكون هو ده الشكل اللي انا عايزه. اوقات احنا بنفيجوالايز او بنتخيل الوضع. صدقوني اوقات بيقرب مننا المسافات جدا، لان مش كوبي كات ان انا بنقل الحاجة زي ما هي، لا، انا بعمل ماي اون موديل، بختار الفكرة الشبهي. فحتة العميل المناسب أو العميل المثالي بتاعي بتيجي كمان من ما أنا بشوف الناس مختارة عملاء عاملة ازاي. الحتة دي شائكة شوية، بس هتفرق من حد لحد. حد عنده منتجات بالفعل، حد عنده خدمات بيقدمها للناس، حد لسه عايز يبدأ طريقه ويبدأ شغله ويعمل حاجة. يبقى فعلا أنا عايز أشتغل في شركات مالتي ناشونال. بولا مثلا يقول لي ايه، انا عايزه اروح شركه مالتي ناشونال معينه. لو انت على لينكد ان يا بولا هتلاقي الناس مثلا هتختار عايز تشتغل في مايكروسوفت، عملت سيرش على مايكروسوفت هيطلع لك كل الاستاف اللي جواها. لو بدأت تتابع الناس وتعمل فولو ليهم هتشوف هما بيقدموا ايه وبيتكلموا ازاي وبيكتبوا بوستات عامله ازاي وبيختاروا ايه وايه الكوميونيكيشن اللي حواليهم وايه شكل الناس دي. اوقات بمنتهى، عارف لما يعني بيقولوها ايه، بيقولوا انت في الكوكب بتاع الفكرة دي. اوقات لما احنا بنبقى قريبين من الحاجة اللي احنا عايزينها ربنا بيفتح الباب. معرفش ازاي بس ما تستغربونيش خالص في الحتة دي. من كتر ما انت قريب من الناس الحلوة ربنا بيخلي الناس الحلوة هي اللي في حياتك. ولما بتبقى مع ناس مش احسن حاجة الحياة بتبوظ. انا ما اعرفش يعني، هو انا ما تستغربوش اللغة في الحتة ده دي، بس صح خلينا مليون في المية. نتعاتبوا. بالظبط. عارف اللي هو زي الليمبي لما يقول لك انا صاحبي مش عارفه مين ومين. ايوه هو ده يعني نفس الكونسيبت. الدوائر اللي احييكي يا دكتور، فعلا هو الموضوع ده بجد ده حقيقي فعلا. حلو قوي. فاختيارنا للزون اللي احنا جواه هيساعدنا كتير على البيرسونال براند بتاعنا. بصوا انا بديها لكم يعني فروم هارت والله، اكتر من ما كلام كتب يعني ونقل معلومه. بس صدقوني بالممارسه وبالاكسبيرينس وباللايف جراوندد ارض واقع هو ده بيفرق معانا. فكل واحد مهم قوي قوي يبقى عنده 3 موديل في حياته، مش قدوه واحده. دي التركه. ليه بقى؟ ناس سابقانا بخطوات كتير. حد زي أفنان مثلا لسه في أول حياتها ولسه صغيرة يبقى عندها رول موديل بعيد شوية، ناجح وسابق بكتير. هي حابة توصل لده في يوم من الأيام، بس ده يبقى بعيد عنها. وحد شبهها قريب منها في المسافة وفي السن وفي الشكل، بتقارن نفسها هي ماشية في نفس التراك ولا لا. وحد في النص ما بين الاتنين. هو انا هنا مش بضيع وقتي ان انا بتابع الناس، ولا بضيع وقتي ان انا بفولو بشوف هما بيعملوا ايه او بتتبع خطواتهم. لا،
انا بلهم نفسي بالحلو اللي عند الناس دي. فكروا فيها وحطوا ده في الفيجن بورد بتاعتكم، لان هقول لكم تعملوا فيجن بورد هتفرق معاكم جدا في البيرسونال براندنج بتاعكم، وده هيفرق كتير كتير في اللي جاي. وصلتوا معايا لحته الايديال كاستمر او العميل المثالي، او احنا بنبيع ايه لمين، او بنقول لمين ايه؟ سهله دي ولا توتو مني؟ 100 100 100. زي الفل. طيب. مهم قوي قوي وانا بعمل علامه تجاريه او بعمل بيرسونال براند واعرف عن نفسي اكتر، انا محتاج قوي قوي ان انا اجاوب على الاسئله دي. الاسئله دي هي شويه كوتشنج، بس انا بحب دايما اسال: انت بتقدم اللي بتقدمه ده ليه؟ سواء بتبيع منتج، سواء بتبيع خدمه، سواء عايز تشتغل، انت بتعمل ده ليه؟ البيج واي بتاعتك ليه الليه دي هتخليك تبرين ستورمنج وتعمل افكار كتير انت مش متخيل انها موجوده اصلا في دماغك. وتاني، اسالوا نفسكم كتير: هو اللي انا بعمله ده هو فعلا اللي انا عايزه اعمله؟ اتاكدوا من السؤال ده، لان اوقات احنا بنعمل الحاجات لان حد قال لنا اعمل ده، حد قال لي احضر الورك شوب دي، حد قال لي روح الطريق ده، حد قال لي خش الجامعه دي، حد قال لي خد الدرس ده. صدقوني مهم قوي قوي ان اي حاجه تبقى نابعه من قلبكم انتوا، من جواكم انتوا. فليه بتقدم خدمتك دي، او بتقدم الفكره بتاعتك، او ليه بتبيع يعني فكرتك ان انت تشتغل في الحته دي؟ والحاجه التانيه، احنا عايزين دايما نبقى حاطين اهداف للبيرسونال براند بتاعتنا. يعني حد زي بولا عايز يشتغل، طب هل الهدف ده قصير المدى ولا طويل المدى؟ يعني هو لونج تيرم بلان، حاجه لما يخلص خالص، ولا شورت تيرم بلان؟ يعني الشورت تيرم بلان عاده بتبقى من 3 شهور لسنه، دي شورت تيرم بلان. اللونج تيرم بلان من 3 سنين ل5 سنين، ده الفرق ما بين الاثنين. فهل الفكره بتاعتك او الهدف من العلامه التجاريه هيفت من 3 شهور للسنه، ولا هيفت من 3 سنين ل5 سنين؟ مهم ان الاسئله دي اكتبوها. انا ممكن ابعت لكم على فكره البرزنتيشن دي عادي انها تبقى معاكم، ما عنديش اي مشكله، هبعتها لاحمد ويبعتها لكم. حاضر. سهله وبسيطه باذن الله. مهم قوي ان احنا لما نعمل بيرسونال براند ويبقى عندنا علامه تجاريه وعندنا حلول للناس اللي حوالينا بافكارنا وشخصياتنا وبالبصمه بتاعتنا، ونبقى عارفين علامتنا التجاريه دي بتحل ايه لعملائنا، او بتفيد الناس اللي حوالينا ازاي. طب هل انت فعلا وجودك كعلامه تجاريه، لانك انت البراند واحنا متفقين ان حضراتكم واحد 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 هو البراند، هل انتوا فعلا مهمين في حياتكم وفي حياه الناس اللي حواليكم؟ اسئله غريبه انا عارفه، بس يعني محتاجين دايما الاجابات بتاعتها هتقوي شخصياتكم وانتوا بتعملوا بيرسونال براندنج، وهتفرق معاكم جدا. معايا؟ بعد كده ايه المهمة والرسالة والرؤية اللي البيرسونال براند او علامتك التجارية بتلتزم بيها؟ مهم قوي ان انت تبقى عارف انت مين، بتقدم ايه لمين، علشان ايه. تبقى عارف تاني الفيجن بتاعتك، انت رايح على فين، هدفك من انت بتعمل بيرسونال براندنج ليه. مهم جدا جدا جدا. وجودك هيبقى فارق ازاي في حياة الدنيا بتاعتك، والبيرسونال براندنج بتاعك هيفرق ازاي مع الزون اللي انت جواها كلها. سواء بقيت على السوشيال ميديا هتنتشر وتبقى مزدهر ويبقى عندك فولورز بالملايين، وهيبقى ليك بصمة، ولا انت مجرد عايز تاخد البيرسونال براند دي عشان تعمل بيها شغل معين، ولا انت عشان تعمل بيرسونال براند فتبقى الشخص اللي ورا البراند الفلاني، سواء خدمة سواء منتج. ايه بالظبط اللي انت عايز تعمله؟ اخر سؤال: ايه العناصر المرئية، الالوان والصور والخطوط اللي بتعكس هويتك، او اللي بتعكس البيرسونال براند بتاعك؟ معايا؟ اللي بتعكس هدفك، سوري. وهنا الجزئيه دي هي الهدف منها ايه؟ الهويه البصريه بتاعتك. يعني تاني، انت مهم تبقى عارف ايه هي الهويه البصريه بتاعتك. تمام كده؟ الاسئله دي واضحه ليكم؟ قلبتوها في دماغكم واحنا قاعدين كده بتسمعوها؟ هل شايفينها صعبه ولا سهله؟ هي المهمة والرسالة والرؤية. الصوت عندي ما كانش واضح. حلو.
ايه رسالتك وايه مهمتك وايه الرؤية. يعني انت اهمية البيرسونال براند بتاعك ده اللي انت ملتزمة بيها، انت بتسيبي بصمة عاملة ازاي في الدنيا بتاعتك. رسالتك دايما احنا بنقول الميشن والفيجن بتاعتنا، احنا بنقدم ايه والمين. رؤيتك ايه اللي انت عايزة تستفيدي منه بالبيرسونال براند بتاعتك، لو هتكوني فين على السوشيال ميديا، هتكوني في وظيفة، هتكوني فين، ايا كان. تمام كده. وتاني لو احنا هنقول على رسالتنا، الرسالة بتتكون من 4 أسئلة: انت مين، بتقدم ايه، لمين، علشان ايه. وده جزء من الستوريز اللي بنحكيها حوالين الحكايات. وعلى فكرة من أقوى من يعني أنا واحدة من الناس دايما بقعد أقول للناس وأعمل ريكومنديشن لمنصة المنتور طول الوقت. هتلاقوا مهندس أحمد الضبع عامل كورس حلو جدا 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 على الستوري تيلينج على منصة المنتور. من أحلى الكورسات اللي أنا خدتها في حياتي أنا درست كل الحاجات الريليتد بالستوري تيلينج أصلا في حياتي. فهو من الكورسات اللي لما سمعت الكورس بتاعه كان وافي وكافي وخطير لو انتوا عايزين تعرفوا ازاي تعملوا elements للستوريز. فهتفرق معاكم جدا جدا جدا. انا حبيت معلش، اقول هو اسمه ايه؟ على منصة المنتور حلو. باشمهندس احمد الضبع، اللي هو صاحب اوكي. الكوميونتي اللي احنا فيها، ستارز كوميونتي. ماشي. بص منصة المنتور دايما انا بقولها معلومة بس لكل الناس اللي عايز يقوي نفسه وياخد كم كورسات بأرقام زهيدة جدا مقارنة بالأرقام اللي موجودة حقيقية في البلد بتاعتنا دي. اعمل اشتراك سنوي على المنتور، هتلاقي فيها كوادر خطيرة، معلومات رهيبة في كل المجالات، هتلاقي فيها أفكار خطيرة أكتر مما تتصور، ثقافة ليفل الوحش. ده حقيقي بجد، وانا وهم جربته فعلا. ويعني انا بفتخر ان انا ليا كورس على منصة المنتور، وان شاء الله في كورس تاني جاي في الطريق بإذن الله. وبفتخر ان كل الناس اللي موجودة عليها كوادر، مفهومش حد يعني عليه عارف غبار زي ما بيقولوا. هم مختارين الناس على الفرازة ومختارين ناس كويسة جدا. فانت بتستفيد ان انت بتتعلم على ايدين اكسبرتس وناس شاطرة وناس مفيدة في الدنيا بتاعتها. بس فالستوري تيلينج بتاع الكورس بتاع المهندس احمد الضبع خطير. يعني هبقى ابعت لكم برضو الصورة بتاعته من بره عشان لو حد بيسيرش عليه. طيب احنا ثواني. تاني انا دايما برجع اقول ان الهوية البصرية مهم قوي ان احنا نعرفها، وهي بتفرق لكل الناس بقى اللي عندهم حاجات فيها ورق او فيها مطبوعات او سوشيال ميديا. منها الشعار اللي هو اللوجو، وده دايما بيقولوا ده حجر الاساس او الزاوية عند في عنصر الهوية البصرية. بيقولوا ده من الحاجات اللي بتفرق مع الناس قوي ان انت اللوجو بتاعك موجود طول الوقت. واعتقد كلنا بنشوف اللوجوز موجودة اساسية في اي براند كبير. فده مهم جدا لكل حد بيبني براند وبيبني هوية لنفسه. ده مهم قوي، ودي الهوية البصرية. ان الحاجات يبقى انت مختار اسمها ايه، تيبوجرافي، او اللي هي خطوط خاصة بيك. فطول الوقت الخطوط بتاعتك هي اللي بيتكتب بيها، مش اي خطوط. حتى الفونتات اللي جوه الوورد على الدرايف او اي حاجه بنكتب عليها من خلال السوشيال ميديا، او حتى ايفن لو حاجه بالاي اي، بتختار الشكل بتاع الخط اللي انت بتكتب بيه. وده مهم قوي ان انت بتثبت الخط ده في البراند بوك بتاعك، فبتبقى عارف ان ده كل ده الحاجات بتاعه الهوية البصرية بتاعتك. الالوان مهم قوي ان انت تختار الوان تعبر عن الفاليوز بتاعتك وتعبر عن هويتك وتعبر عنك وتكون مفيدة. وكل لون في السوشيال في في الهوية البصرية من خلال السوشيال ميديا او من خلال اي ورق او من خلال اي حاجة، كل لون ليه معنى، كل لون ليه هوية، كل لون ليه حاجة، كل حاجة مختلفة. لو بصينا على كل البراندز وبدأتوا تدوروا على الألوان إن معناها إيه كهوية بصرية، هتفاجئوا. لأن هي فعلا يعني حاجات تو ماتش، محتاجة محاضرة لوحدها بصراحة، إن إحنا نقعد نشرح الألوان وكل واحد انعكاسه سايكولوجي إيه. والأحمر ما يعني لو خدتوا بالكم مثلا، هديكم اكزامبل سريع. ماكدونالدز الام، بعيدا عن المقاطعة، مش قصدي خالص، الام احمر، الخطوط التليفونات احمر، من الحاجات اللي بتديك اثاره ان انت تجوع وان انت عايز تشتغل عليها. فالاحمر بيخلي دماغك تصار.
او بيعمل نوع من انواع اللي هو ايه، بيجوع زي ما بيقولوا في اللغه. فده السيكولوجي بتاعه. الازرق بيديك احساس ان ده حد ادفانس او حد قوي. الابيض بيدي برضو بص هو ليها معاني، يعني معاني كل لون ليه سيكولوجيه خاصه بيه. وحقيقي سيكولوجيه ده يعني اكتر من مجرد ان احنا نقوله كده في كلمتين. يعني ده لوحده موضوع الالوان ده محتاج بياخدوا فيه كورسات كامله. حلو كده. فمهم قوي. اتفضل يا حازم. وانا عندي سؤال بسيط في اللون الاحمر، عشان انا بستخدم اللون الاحمر في البيرسونال براند بتاعي. اوكي. يعني الهدف منه ان هو بيعبر عن شخصيتي بس. طب كنت قاري برضو عنه في السيكولوجي، بس من وجهة نظر حضرتك انا حابب اسمع هيبقى بينعكس ده على الناس ازاي؟ يعني هيخليهم يجوعوا انا كواحد بقى، مش مطعم او كده، هيعكس ده عليا ازاي؟ بص يا سيدي الفاضل، المهم ان انت تبقى عارف إيه. انت لو انت استعملته بالفعل وهو معاك ما حسيتش ان الناس عندها مشكلة معاه، ممكن يكون انت جت معاك باي لك. انما هو مع ناس سيكولوجي لا، هو بيجوع وبيؤدي الى يعني الناس بتحس. استنى هقول لك، هطلع لك بس الكلمات بتاعتها لان انا كاتبه الحاجه كلها عشان انا بنسى عارف زي ما بقول لك، هي دي محاضره كامله لوحدها، ليها هويه لوحدها خالص موضوع الالوان ده. المهم ان انت دايما دور على الحاجه مظبوطه ولا لا. انا واحده من الناس بمشي كما قال الكتاب. كما قال الكتاب بمعنى ايه؟ احنا هنا في مصر ماشيين بالبركه، ومش قصدي حاجه يا ايوه حاجه زي ما والله. محمد. احنا نعم. ماشيين هنا بالبركه. احنا ماشيين بالبركه. ما نختلفش مع بعض على النقطه دي. بس تاني ممكن انت الاحمر بالنسبه لك كان حاجه ممتازه، حلو، وجت معاك عملت لوجو طلع شكله لطيف ودن. انما يعني هو انا زي ما انا اسف على مقاطعه حضرتك، بس خالص. كان زي ما محمد كان كاتب، هو فعلا واخده من فكره الاكسايتيشن، ان الاحمر ده حاجه بتحمس، حاجه بتعبر عن الاثاره والحماس ولا كده اهو. فانا في وجهك. الحته دي. ايوه معاك والله. بص يا سيدي الفاضل، هو كل حاجه ليها اكتر من سايد. الفكره ان انت لما مم. بتستخدم الحاجه بتستخدمها صح. بس كده بمنتهى البساطه. وانس هي جت معاك الدنيا مشيت تمام وخلاص، مفيش مشكله. بس تاني احنا محتاجين دايما لما نعرف الحاجه ندور على اصلها، الهويه بتاعتها جت منين، مم. إيه السيكولوجي المظبوط بتاعها ايه. انا بحاول اطلع لك بس لان كل اه لون خلاص، ليه عشان اكتر وقت انعكاس. اه بالظبط. ال... انا بس ايه، انا مش عشان ما اخدش من وقت الناس، مش عايزه ابقى مطولة مفيش عليكم، مشكله معلش. يعني. ابعتها شكرا لكم حضرتك. برضو ممكن، يعني ابعتها لكم كلها ان شاء الله، ان شاء الله بعد ما نخلص. لان هي في بص كل حاجه وليها حاجه. سبحان الله. وهو تاني في حاجات بتبقى مشت وفي حاجات لا. وفي يعني كان اختلاف ناس كتير في الهويه البصريه يقول لك انت لازم تستخدم 3 الوان. انا لما عملت اللوجو عملت لونين اتنين بس. قالوا لي لا ده غلط، على الرغم ان انا حباه والناس شافته وارتبطت بيه. تاني احنا بنعمل ما يناسبنا، بس بنرجع للاصل. الاصل اللي هو ايه؟ نعرف الصح 100%. وتاني هي مفيش حاجه فور. ممكن نعدل، ممكن نطور، ممكن نغير. اتصالات في مصر كان لونها اخضر، ناموا وصحيوا لقيناها احمر، حصل ولا ما حصلش؟ عادي يعني، كل الناس من حقها تغير الوانها براحتها تماما يا فندم. فلا تقلق. المهم ان ده الهويه البصريه اللي بتعكس الهويه بتاعه اللي قدام البيزنس. سواء بيزنس بقى، سواء بيرسونال براند، سواء ايا كان. مهم نعرف الخطوات الصح بتاعه كل حاجه. واتكلمنا على الالوان، اتكلمنا عن اللوجو، اتكلمنا عن الخطوط، عن الطباعه. في كل حاجات الطباعه بتلاقوا ان الناس البروفيشنال كل الحاجات المطبوعه بتاعتها عليها اللوجو، عليها الوان معينه، عليها شكل معين. اي حاجه هتشوفوها منها ثابته ما بتتغيرش، بتحسوا ان ليها هويه واحده. الحاجات اللي بتطلع من فيديكس هي فيديكس. الحاجات اللي بتطلع من اتصالات، من اورنج، من اي شركه كبيره، كل المطبوعات بتاعتها شبه بعضها مع اختلاف الكلام اللي جواه. فهو ده اللي بنتكلم عليه، وده المهم. مهم قوي ان احنا نعرف ازاي نعمل محتوى من خلال السوشيال ميديا يفرق معانا. طيب انا بعمل هويه بصريه وانا بعمل بيرسونال براند. محتاج اول حاجه ان انا اعرف انهي منصه اهم منصه ليا. يعني في ناس كتير قوي 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 تقول ايه، انا اصل انا عامل الفيسبوك علشان صحابي وعيلتي، وانا عامل الانستجرام عشان ده بتاع شغل،
وانا لينكد ان هو بقى البروفيشنال، ما بجيش جنبه، بس يروح حاطط ايه؟ كل حاجه ريليتد بالحياه اللايف العاديه على لينكد ان. طيب هو انا محتاج اعمل محتوى اصلا على السوشيال ميديا وبروز البيرسونال براند بتاعي؟ هل انا فعلا محتاج ده؟ عايزه اجابه. قولوا لي رايك. حد عنده اجابه؟ هل احنا ممكن فعلا سؤال تاني معلش؟ هل احنا فعلا محتاجين ان احنا يبقى عندنا محتوى قوي من خلال السوشيال ميديا؟ يعني أنا هقول رأيي. يعني فكرة قول لي رايك. إنه أنا يعني على لينكدين بشوف ناس معينة هي يعني ما هياش خبيرة في مجال معين، بس هي لما بتيجي تتكلم أو تتكلم عن حاجة معينة مهم. آه، بحسها إنه إيه، إن طول الوقت هو بيتكلم وبيدي خبرته عن حاجة معينة، فالناس إيه يعني ابتدت تعرف عنه أكتر. يعني هو أحيانا مثلا بيدي نصايح في حتة معينة. حلو. ف- فالناس يعني تبتدي تبقى تتابع الشخص ده لأن هو نصايحه حلوة، لأنه نصايحه فرقت اثر مع فيهم الناس دي. بلغه اخرى، اثر فيهم. مظبوط يا بولا. بالظبط كده اه. حلو جدا. طيب هو قولي يا حازم. رافع ايدك. ايوه. قولي. هي بتبقى يعني مثلا انا لو هتكلم في الكيس بتاعتي برضو بدات انزل كونتنت اكتر شويه. انا السلوجن او التايتل بتاعي انا ذا كارير دكتور، ان انا صيدلي وفي نفس الوقت عملت شيفت كارير للكارير كوتشنج، فلقيت حلو. ده انسب حاجه بتعبر عني. آم، محتاج الفتره دي مثلا عندي سيرفيسز، عندي خدمات، بس وعندي علم كتير قوي في علم النفس في الاستشارات المهنيه، بس الناس مش عارفه ان انا عندي العلم ده، وفي نفس الوقت الناس عندها جهل كبير قوي بالعلم ده. ف الاديوكيشنال كونتنت زي ما بولا قال بيفرق قوي، بيخلي الناس الاكسبرتس تبان ان هي اكسبرتس فعلا، توصل للتارجت سيجمنت بتاعها. وفي الاخر انا قعدت افكر شويه في سؤال حضرتك، لان لازم برضو الكونتنت ده يعود عليا بالنفع. فانا مش هعمل مجهود وفي الاخر من ضمن الفوائد بتبقى السي تي اي، ان انا كول تو اكشن، ان في الاخر قلت الشخص اكشن ده للناس بالظبط. بالظبط يجي يشتري من عندي السيرفيس او يشتري من عندي البرودكت. فاللي هو انا بوري نفسي يا جماعه انا شاطر جدا في الحته دي، انا بعرف اعمل الحاجه دي كويس قوي، وانتوا الناس التارجت سيجمنت اللي انا مستهدفكم تعالوا خدوا الخدمه دي من عندي، وبوري الفاليو بروبوزيشن او اليونيك فاليو بروبوزيشن بتاعتي، فبيجوا لي انا دونا عن اي حد تاني. انا شايف ان حاجه مهمه. طيب هل هو الناس هيجولك من اول ما تقول لهم يلا تعالوا؟ لا طبعا يا عيني، لا ده هي موضوع دي رحله يعني. فانل معاهم، زي ما احنا قلنا الفانل في كل حاجه، في البيرسونال الله براند ينور على حضرتك، وفي بالظبط. كل حاجه، صح كده؟ طيب صح. ليه احنا محتاجين يبقى عندنا محتوى مميز على السوشيال ميديا؟ ليه؟ عشان تعمل بيرسونال براندنج في الدنيا بتاعتنا النهارده، انت محتاج تبقى موجود على السوشيال ميديا. والحقيقه الوحيده ان السوشيال ميديا النهارده بقت هي البوابه للاودينس اللي انت عايز تلمهم حواليك، او يشتروك بقى، يشغلوك ان شاء الله في المستقبل، تبيع لهم برودكت، تديهم سيرفيس، يعرفوا ان احمد مثلا عامل كورس، يعرفوا ان حازم عنده حاجه بيقدمها استشارات وسيشنز وحاجات، ويروحوا يسجلوا عنده وهكذا. فمهم قوي ان احنا محتوانا على السوشيال ميديا يعبر عننا. احنا قلنا على الهوية البصرية، قلنا نعمل ايه، قلنا شكل الهوية بتاعتنا تبقى عاملة ازاي، ان احنا نبقى حقيقيين اكتر على السوشيال ميديا. مهم قوي ان احنا نوصل للناس احنا بنفيدهم ازاي، او احنا وجودنا هيحل مشكلة عند الاودينس دول ازاي. ازاي هننشر الافكار بتاعتنا من خلال السوشيال ميديا. ازاي ان احنا كمان وجودك احتياج لناس تانية. يعني ايه وجودك احتياج لناس تانية؟ طب انت لو مش بتتكلم مع الكارير كوتشنج زي ما انت بتحكي يا حازم، او انت بتتكلم عن ان انت كنت في مكان وعملت شيفت كارير ورحت لمكان تاني ولقيت نفسك فيه، ولقيت ان ده موجود جوه الفاليوز بتاعتك ونقاط قوتك وشغفك، وان انت لقيت نفسك في الجزء ده،
فقدرت تساعد نفسك ان انت تنقل من مكان لمكان، وعندك استعداد تساعد الناس كمان ان هي تعمل زيك. الناس لما تسمع عنك ومحتواك فعلا فارق، هل ده هيفرق معاها انها تاخد الاكشن ويبقى فيه كول تو اكشن، تعالوا ساعدكم يعني، او لو حتى لو مش حاطط كول تو اكشن، الناس هتحب تتواصل معاك وتعرفك؟ طبعا. ده بقى الطبيعي. بيرسونال براندنج النهارده ABCD سوشيال ميديا. هو مهم جدا ان احنا نعرف نتكلم عن نفسنا صح، نعرف الواي بتاعتنا، او زي ما احنا قلنا انت مين، بتقدم ايه لمين، عشان ايه المسج بتاعتنا. وبالتالي نبدأ نظهر من خلال منصات السوشيال ميديا المختلفة، ونعرف الجمهور على نفسنا، نعرف ان يعني نعرف ناس ان احنا موجودين. تميزك، وجودك محتاج ان انت تتكلم عن نفسك اكتر، وتقول انا كويس في ده، انا كنت في مكان ولقيت نفسي شاطر في حتة الكارير فدرسته فروحت للاريا دي، انا لقيت نفسي شاطر في حاجة مميزة عملتها ووصلت للبوزيشننج ده. اكثر الحاجات اللي بتساعدنا ان احنا نكون حقيقيين ونحكي حكاياتنا، ده اللي هيخلينا فعلا مميزين من خلال السوشيال ميديا، ونبقى لينا بصمة. لان بصمتك يا فندم، كل واحد فيكم، احنا قلنا من الاول كلكم براند، وكلكم ليكوا الهوية الخاصة بيكوا، كلكم عندكم نقاط قوة مختلفة، وكلكم عندكم شغف مختلف، وكلكم عندكم بصمة مختلفة. انا هعرف منين ان بولا عنده كل الحاجات لو هو ما قاليش انا عندي واحد اتنين تلاتة، ما سمعتش من فرح عن بولا، او ما سمعتش من بولا عن حازم، وحازم ما قاليش عن حبيبة، وما عرفناش من بعض وما تواصلناش، هنوصل ازاي؟ ده سؤال. قولوا لي السؤال ده اجابته ايه بالنسبة لكم؟ نفتح الكاميرا ونتكلم من غير ما نتكلم، نعمل بإشارات وشنا وإيدينا. صح. مهم. محتاجين نتواصل اكتر مع الناس، محتاجين نقول عن نفسنا احنا مين، تحكي لي عنك حكايتك، ايه اللي خلاك توصل من هنا لهنا، ايه اللي خلاك تشتغل على نفسك، ايه اللي خلاك محتاج يبقى ليك حكاية، فالناس تحكي حكايتك، فالناس تعرفك. ايه حكايتك يا بولا من وانت صغير لحد ما وصلت للبوزيشن اللي انت فيه في الجامعة؟ تعرف تحكي لي حكايتك؟ لو جيت اسألك واقول لك انا دلوقتي هديك المايك معاك دقيقة واحدة تحكي لنا عنك، هتعرف تشارك الناس حكايتك؟ قول لي كده. طب انا هجرب عشان يعني جرب مش والله، هفهم انا حاجه. فيل فري، اوكي. احنا الهدف ان احنا بنتناقش والله مع بعض يا فندم، فيل فري خالص. قول لي. طيب، هي بدأت إن أنا كنت في مدرسة عادي. كنت شخص يعني خجول في ابتدائي وإعدادي عادي، يعني كان الناس عارفة إن بولا محترم و وعلى جنب. جت بقى فكرة إن أنا في إعدادي، آه، فكرة إن أنا أخش أدبي وعلمي، أو ثانوي مش فاكر يعني أدبي ولا علمي. دي كانت قصة صعبة بالنسبة لي، على قد ما هو دي القصة المثالية. هل أنت هتكمل فين بعد كده؟ حلو. فقررت عشان أنا مش كويس في الرياضة وعلم علوم والكلام ده، اخترت أدبي. يعني مدرستي يعني في الثانوي ما كانت حكومي، فطبيعي إن أنا أغيب وكده، ما كانش الدنيا يعني كويسة والمدرسين كويسين والكلام ده. بس اتخرجت من ثانوية عامة ما كنتش عارف، كان النظام بتاعي كان نظام جديد. حلو. ف فبالتالي المجاميع ما كانتش أفضل حاجة، فكان اختياري يا إما كليات خاصة، أو كليات إيه، اللي هي يعني زي حقوق وكده. طبعا حقوق حفظ وكده، ولكن الBIS والتكنولوجي أفضل. فاختياري كان CIC أو الجامعة الكندية اللي هي في الشيخ زايد. اخترت قسم بيزنس تكنولوجي. وابتدى بقى معايا الموضوع إنه جات لي فكرة بيزنس، اشتغلت عليه وابتديت أنزل وكده.
وبعد ما اتعلمت بقى، طبعا كمل انا ما معاك كانش عندي كمل عادي ايه. كمل عادي انا سامعاك كمل عادي انا سامعاك ثانية واحدة. اوكي. كانش عندي خبرة ازاي اتعامل مع الناس. طبعا انا عمري ما دخلت شركة ولا رحت اي حتة. بس يعني لما نزلت واتكلمت مع ناس يعني كبيرة وناس ضخمة، يعني مش، وانا عمري في حياتي ما دخلت شركة. حلو جدا. حلو. فابتديت بقى اروح واتكلم مع الناس عن الفكرة وكده عشان اشوف بقى الدنيا عاملة ايه. طبعا الموضوع كان بالنسبة لي ارهاق، وفكرة ان انا اشتغل على حاجة وعمري ما حطيت يعني مجهودي في حاجة زي كده. بس لخبطة على لخبطة لحد ما نزلت بقى ايفنت واتعلمت يعني ايه بيزنس وانتربرينورشيب وكده. حلو جدا. آه، وابتديت بقى افهم يعني ايه انترنشيب والحاجات بتاعت الكلية. وابتديت طبعا انا في اولى ما كنتش واعي قوي بالحاجات دي، بس تانية وثالثة ابتديت بقى الموضوع يوسع تاخد مني طبعا. خطوات. وابتديت في اولى بلينكدين. يعني انا ما كنتش اعرف حاجة عن لينكدين. حلو. دخلت عملت البروفايل بتاعي. ابتديت بقى اشوف الناس بتحط الشهادات بتاعها. طبعا كنت كل شويه احط شهاده، طب اكتب ايه مش عارف ايه. جربت هتحط اول كل خطوه. شهاداتك جدا جدا، كل الشهادات يا فندم كل حاجة حضرتك عملتها في حياتك على لينكدين. بالظبط يعني موضوع. وبعدين بقى ايه ابتديت الموضوع ان الشركات بقى بتكلمني، مع اني انا ما كنتش متوقع كده. يعني مش شركات كتيره، بس يعني في شركتين عاملين لي لايك. عجبهم فكره ان انا خدت شهاده. في حد مثلا عشان خدت ديجيتال ماركتنج مع المنتور، فقال لي طب تعالى معلش انا محتاجك، تعالى تساعدني في حاجه. طبعا انا عمري في حياتي يعني ما اشتغلتش والكلام ده، وقلت له ماشي ما فيش مشاكل. بس تجربه فشلت وتعلمت منها. بس لو ما كنتش يعني عملت لينكد ان كنت وصلت للتجربة دي؟ لا طبعا. يعني وفي ناس كتير اتعرفت عليها. ولو حبيت مثلا اعرف عن يعني انا حاليا ماشي في تراك كلاود. فلو حبيت مثلا اعرف عن تراك كلاود، فانا اخش على السيرش واكتب كلاود كومبيوتنج مثلا، فهلاقي ناس ممكن ابعت لهم مسج والناس بترد على فكره. مش بتهجر ولا خالص، لا الناس بتقول لك تاخد ايه وتعمل ايه وكده بسهوله، يعني هو ده مفيش صعوبه. صح جدا. حلو جدا يا بولا، حلو قوي قوي. برافو برافو برافو، انا مبسوطة. ماشي. حلو عايز كلام عظيم. اقول ان انا كمان، انا اسف معلش. اتفضل. لا لا كمل، امبارح انا معاك، اتفضل. اول مره اعمل بيتشنج للبيزنس بتاعي. حلو قوي. طبعا ما توفقتش. دي مش حاجه عيب، بس اتعلمت يعني تجربه ان انا اتكلم في الاول ستوري تيلينج، احكي قصه شخص وكده. فكانت تجربه كويسه. بس وان شاء الله يعني اكيد ربنا يختار حاجه افضل. حلو قوي. دايما دايما يا بولا افتكر ان انت ممكن تبقى موجود في اي مكان و... وانت كده ماشي داخل مثلا اوتيل او داخل عمارة، ودخلت الاسانسير فجأة ولقيت اللي معاك في الاسانسير ده نجيب ساويرس، وانت طالع الدور 20 وهو طالع دور 24. ففرصتك تتكلم مع نجيب ساويرس من الدور الارضي للدور 20 معاك 30 ثانية. ايه الحاجة المهمة جدا 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 يا بولا اللي هتقوله عن نفسك؟ مين وايه وازاي تاخد الفرصة دي لمصلحة حضرتك؟ تعرف تلخص كل اللي انت قلته في 30 ثانية؟ ممكن ابدا بقصه ان انا دلوقتي حاليا في جامعه وحاليا شغال في بيزنس. البيزنس دي بتقدم سيرفيس معينه، فاكيد هحتاج خبره حضرتك في الحته دي. حلو جدا. فكرة وطريقة حلوة قوي. وهو دي الاليفيتور بيتش، بيقول لك ان احنا ممكن نبقى موجودين مع حد من الناس الجامدة جدا في مكان في الاسانسير، ومعانا النص دقيقة دي هنقول له ايه عن نفسنا.
اتفضلي يا حبيبة. حبيبة انتي رفعتي ايدك. اتفضلي. الإجابة اللي جت في دماغي على المثال اللي حضرتك قلتيه، نجيب اتفضلي. سويرس مثلا عايز بروجكت. هو ايه همه في البروجكت؟ اكتر حاجة هتكون الفلوس مثلا، فانا هقوله على اكتر حاجة انا عملتها طلعت منها فلوس، حلو جدا. ممكن. فاحس ان هو وممكن تعرفي عن نفسك. إيه تاني؟ عارفين حتة الرسالة اللي هو انت مين، بتقدم ايه لمين، عشان ايه؟ هما 4 أسئلة بس بيتجاوبوا في نص دقيقة. لو احنا اتمرنا عليهم كتير كتير وقلناهم بأكتر من سيناريو بأكتر من رواية، هنبقى عارفين ايه الحاجة اللي هنهك دماغ اللي قدامنا بيها. مستوعبين المعنى ده معايا؟ في عايزة نقول. اتفضل. آه، في حاجات في الحته اللي حضرتك قلتيها. يعني اولا اي بقول على ان هو اخذ الشريعه واتكلم على الموضوع ده. إيه، انا قلت القصه بتاعتي مثلا كتير قبل كده. ورحله البيرسونال براندنج دي كانت بالنسبه لي بشد فيها بشعري. وليه؟ لان انا متعدد الشغف، بعمل 3000 حاجه في نفس الوقت. فانا بقى اعمل لي قصه بقى، لخص والله لي كل اهلا وسهلا يا فندم، اهلا آه. وسهلا، وبعزهم معزه ما اقولكش تعددي الشغف والله دول. ده يعني احنا الحمد لله. فانا بقى كل شويه اقول لاين مثلا، لا طب ممكن يبقى احسن، طب اقول القصه في حته تانية. وكان معانا هنا حتى في هنا باشمهندس مهاب عمران، هو صديقي. لقيت ان هو بالصدفه معانا هنا، هو حضر. انا اروح مثلا المكان ده اقول قصه، طب اروح المكان ده اقول قصه كتير لحد ما الاقي بقى التوليفه اللي فعلا تجمع كل ده. فالموضوع مش بيتعمل فعلا في يوم وليله. وزي ما حضرتك قلتي، لما هبقى عارف نفسي قوي هلاقي الهوك بقى. انا عارف، انا عرفت حاجات كتيره، فامتى هقول ايه لمين فتجيبه. برافو عليك. وعشان كده متابعة الناس الشاطرة اللي سبقتنا بخطوة هتلهمنا في الجزئية دي يا حاجة. صح تاني، جدا. انت حد شاطر وحد متعدد الشغف وحد أستاذ في الحتة بتاعتك. في ناس سابقانا بخطوتين 3 في الجزئية دي، هتلاقيهم قالوا حكايتهم بطريقة مختلفة، هيلهموك ازاي تلخص كذا نقطة مع بعض. صدقني احنا في حياة بعض كلنا أرزاق، كل الناس بتتعلم من بعض. انا لا قلت ان انا علامة ولا قلت ان انت علامة ولا حد ما عندوش علم، كل الناس عندها علم. الهدف اصيغ العلم اللي عندي صح للناس ازاي. امتى هقول حاجة هتلهم حازم وهتفرق معاه من A ل Z، مش من A ل B بس. وصل لك المعنى ده؟ فقصتك ممكن تلهم ناس تانية بيك. عشان كده انا من دقيقة كنت بقول لكم ان السوشيال ميديا بوابة لينا للناس. اعملوا ماسترينج لده من خلال السوشيال ميديا. تراي ان ايرور على السوشيال ميديا، جربوا، اكتبوا عن نفسكم، احكوا حكايتكم للناس. ده ما يعبكوش، ده بالعكس ده بيتقلكوا، بيخلي الناس تلتفت ليكوا، بيخلي الناس تشوفكوا وتعرف عنكوا. personal branding هو ازاي الناس تفتكرك بجد، وازاي تقدر توجد نفسك في اي مجتمع تخشه وتبقى علامة موجودة. حقيقي مفيش حد بينام ويصحى يعمل personal branding، يعني مفيش، الاوبشن ده مش موجود. هندرس كل حاجة بندرسها بتحط لنا لاير فوق اللايرز، كل حاجة بنتعلمها بتدينا فكرة للأفكار. دايما بيقولك علامتك التجارية أو البيرسونال براندنج بتاعك هي قصتك الفريدة اللي بيفتكرك بيها المستهلكون عندما يفكرون بك. انا عندي براند بن، براند اسمه قهوته معي، وكتبت كتاب اسمه قهوته معي. انا كان اكتر حاجه بسيب بصمه عند الاودينس بتوعي انهم لما بيسمعوا حكايتي عن القهوه، انا حكايتي بدات من بيت جدتي، فدايما بحكي كل حكاياتي عن القهوه، عن ذكريات الطفوله اللي في بيت تيتا. حرفيا كده انا بحكي لكم منتهى الشفافيه يعني. فكان بيوصل لي المسجات ايه، انتي حكيتي حكاياتنا مع جدتنا، انتي قلتي عننا في بيت ماما زمان، انتي حسستينا بالنوستالجيا اللي احنا افتقدناها، في تيست كده عندك في القهوة مش موجود كتير. انا عرفت اعمل براندنج للبن بتاعي وبيرسونال براند ليا بدعاء قهوتك معي.
قعدت سنين الناس مش معترفة بيا الكوتش، معترفة بيا صاحبة براند القهوة. وده كان هو شطارة في وقتها، بس قعدت أطلع منه 3 سنين كاملة عشان الناس تعترف بيا إن دعاء دي يعني بزنس كوتش. يا جماعة أنا بشتغل بزنس كوتش من 2019، بس الناس شايفاني صاحبة براند البن. وصل لكم المعنى؟ تاني، إحنا اللي بنخلي الناس تحطنا في عقلها بفكرة. الشاطر إنه يخلي الناس تشوف الفكرة اللي هو عايز يوصلها ويعمل بصمته صح عند الناس اللي حواليه. بوابتك السوشيال ميديا هتساعدك كتير جدا، وهتساعدكم كلكم مش حد معين، بس تكرارا وتكرارا وتكرارا. خطوات كتير قوي محتاجين تشتغلوا على نفسكم فيها عشان تقدروا تسيبوا البصمة دي، والبيرسونال براندنج بتاعكم يبقى خطير. السوشيال ميديا بوابة كبيرة جدا. بعيدا هتختار انهي بلاتفورم، كل البلاتفورمز ممتازة وخطيرة وحلوة جدا. الاتنين بلاتفورمز اللي بيدوك اسمهم هما 2 بس في كل دول، هما اليوتيوب والتيك توك، فتبقى يا تيك توكر يا يوتيوبر. بعيدا ان مفيش ولا بلاتفورم تانية بتديك الاسم بتاعها. اليوتيوب بيدعم الناس دلوقتي انها تشتغل على المنصة وانها تكبر على المنصة، وعامل اكتر من مبادرة من خلال منصة اليوتيوب نفسها. انا اشتغلت مع اليوتيوب من شهر 6 اللي فات، وخدت دبلومة معاهم. مبادرة كبيرة لسيدات الوطن العربي انهم يبقوا يوتيوبرز محترفين، لان اكتشفوا ان نسبة اكتر من حاجة 73% رجالة والباقي سيدات. فالرجالة محتلة اليوتيوب مع الأسف، فقررنا السيدات يبقى ليهم نصيب في اليوتيوب زي الرجالة يعني. وحضرت اكتر من ايفنت لليوتيوب، وكان فارق معايا الحاجات دي لان ده بيرسونال براند، ان الواحد بيحط بصمته في دنيا مختلفة. تاني، وجودكم على منصات السوشيال ميديا بيبروز شغلكم وبيعرف ناس اكتر بيكم. اتفضل يا حازم. طبعا انا في الاول بعتذر ان انا بدخل بعمل لا مداخلات خالص متعدده. ولا يهمك، انا في الاخر هاخد اسئلتكم كلها ولا يهمك خالص. قول اتفضل. اليوتيوب ازاي هو في حته المونetization والكلام ده، ازاي نقدر نستفيد منه فعلا، يبقى مش كفلوس وايز بس اتليست الموضوع يبقى مجدي. لا يعني انا هو برضو فلوس وايز، لا هو فلوس وايز وبيفرق جامد وبيجيب فلوس كويسة جدا وبيعمل شغل حلو قوي وبينقل ناس من مكان لمكان تاني خالص. ده بحق، مش هزار. بس اللي حاطط الموضوع في دماغه بس اي حاجة علشان تجيب فلوس لازم تصرف عليها فلوس. خليني واقعية ومن ارض الواقع بتكلم، مش بقولك كلام من الفري تيل ولا من الخيال. كل حاجة محتاجة تستثمر فيها، تستثمر في مجهود وتستثمر في وقت وتستثمر في صناعة محتوى، وتبقى عارف اللاين اللي انت ماشي جواه على اليوتيوب. اليوتيوب عايز يبقى عندك هوية ثابتة. انت فود بلوجر فانت عامل كله فود بلوجر، انت فاشن ديزاينر فانت كله فاشن ديزاينر، انت حد بيتكلم تعليم وبتدي كورسات وبتعلم يبقى كله كده، انت مذيع وعامل بودكاست يبقى كله كده. مهم اللاين اللي تختاره وتختار شكل المحتوى وتكمل فيه. وكل البلاتفورمز عايز تكبر عليها، الحاجة الماجيك الوحيد consistency، استمرارية. مش اعمل بوست واقعد 10 واعمل بوست وما اعملش بكرة. لا لا لا، صناع المحتوى بيشتغلوا صناع محتوى. it's a mindset. فما تستغربش من اللي انا بقوله ده خالص. معايا؟ طيب ها حته المايند سيت دي يعني فتحت عندي حاجه قد الفسفوس. قولي. انا مع حضرتك جدا. الايديتنج بتاع الحاجه اللي هو كونتنت كريتور مايند سيت. انا دلوقتي لو بعمل ايديتنج ثانية الفيديو واحدة ثانية ف واحدة، ممكن في مدرستين، يا اما ابي لحد في حضرتك رفعت ايدك ولا لا لا عشان بص، هقول لك حاجة بس قبل ما تكمل. الهدف انت اختار اللاين بتاعك. انت عايز انت تدفع للناس هي تعمل لك اديت ولا انت اللي تعمل؟ انا شايفة ان البيزنس اونر في الاول بيبقى وان مان شو، بيتعلم كل التولز اللي محتاجها ويبدأ يكبر مهاراته وينمي مهاراته وبيتطور. عايز تشوف موديل
ناجح على السوشيال ميديا وكان وان مان شو والنهارده بقى حاجه هايلمان، اتفرج على الدحيح اول ما بدأ واتفرج عليه النهارده، امم وانت تعرف يعني ايه شخص بدأ معافر واشتغل على نفسه وكان عنده استمرارية وكان عنده قوة واستمر. ده السوشيال ميديا، ده بيرسونال براندنج. اكيد اه. احمد الغندور الناس ما بتناديهوش يا احمد الغندور، بتناديه الدحيح. صحيح، دي حقيقة. في قمة والله المليار هناك كان الناس اهلا بالدحيح، ما بيقولولوش يا احمد يا غندور. هو حضرتك قلت بيرسونال. قول انا اتفضل. بفكر مين احمد الغندور؟ اه ده الدحيح صح. هو احمد الغندور، انت ما تعرفش احمد؟ لا يعني اقصد يعني اللي هو مربوط معايا بالدحيح لدرجة ان انا ان نسيت اسمه. ثانية، ايوه. هو الدحيح مش احمد الغندور. الدحيح كوميونتي، مش كوميونتي، اسمهم ايه، تيم وورك كبير قوي بيطلع منه البرنامج. اللي بيأدي ال الشو نفسه اسمه احمد الغندور. احمد نفسه ان مش رابط نفسه ببيرسونال براند ان هو احمد الغندور اللي بيعمل الدحيح، هو رابط نفسه باسم الدحيح. يس بالظبط. فهنا التويست بتاعتها بس. وهو موديل بدأ من 2015، النهارده هو في حتة تانية. النهارده هو بينزل حلقة بالملايين مشاهدات. ليه؟ لأنه عمل براند مظبوط، بس بالسيكونس هو بدأ فين وبقى فين، بس استمر. هو نفسه بيقول أنا الحاجة اللي عملتني وخلت الدنيا دي تستمر الاستمرارية، إن أنا ما وقفتش، إن أنا ما سمعتش كلام المحبطين، إن أنا ما مشيتش ورا الناس اللي بتكسر فيا. أنت في الدنيا بتاعت حضرتك مش كل الناس بتسقف لك، انت اكتر ناس بتتعبك الناس المحيطين. هتعمل بيرسونال براندنج، كان حد قريب قوي كان بيهزر بيقولك اللي هيعمل بيرسونال براندنج يقرا المعوذتين الصبح وبالليل، اللي هو بمعنى ايه، ان انت هتخاف على نفسك من الناس انها بتبصلك ومركزه مع حضرتك. انا مش بهزر، انا بقولك والله، حتى القلش على دي كمان، يعني هو ما سابوش حاجه في حالها. انا كنت البوست وشيرته لان انا اول ما عملت كده في حاجات حصلت عندي انا مؤمن بالموضوع ايوه بصراحه. ايوه، والناس بتكلمك يعني ايه كوتش، هو انت بتعملي ايه، هو انت بتاخدي فلوس قد ايه، وانتم لو والله انت بتلاقي اسئله غريبه. معلش الصورة يعني. بتنزل من هنا وعينك ما تشوف إلا النور. والله الصورة بنزلها من هنا وعينك ما تشوف إلا النور. ما بص والله انا مش عارفه اقول لكم ايه، بس احنا انا في متفاهم، دنيا. والبيرسونال براندنج مهم والله من تجربه شخصيه ان الحمد لله ربنا اكرمني، يعني كان باب رزق ليا في حاجات. ما شاء بس الله. الموضوع بقى ان الناس بقى رايح جاي بيدي سيشنز. اغلب السيشنز اللي بديها على فكره فور فري، تمام، بس الناس ما بتبقاش فاهمه كده، فيعني الموضوع يلا الحمد لله. طيب بصوا بقى، انا هقول لكم حاجه بسيطه كده سريعه. بيقول لك ان من اهميه العلامه التجاريه الشخصيه انها بتجيب لك فلوس بجد. ليه بتجيب لك فلوس؟ لانك لما بتبني علامتك التجاريه الشخصيه وبيبقى لك صوت، الناس بتعرف الصوت ده وبتصبح رمز ثقه واصاله وجوده في مكانك ومكانتك، وبالتالي فرص الطلب عليك بتعلى، سواء كوتش، سواء بتقدم حاجه، سواء عندك منتج او خدمه، او انت عايز وظيفه، فبيكون ليك الأولوية، وبالتالي ده بيجيب لك فلوس. اللي بعد كده ان الناس بتعترف بوجودك وبتعترف بيك، يعني انت باب فرص. في ناس بتبقى جاي، يعني السليبرتيز والناس اللي معروفة عاملة بيرسونال براندنج من خلال السوشيال ميديا وعاملة شغل على السوشيال ميديا، انت ممكن تقابله في مكان تبقى عارفه من غير ما يقوم يسلم عليك وهو بعيد وكده، ايه ده فلان، ايه ده فلان. الاعتراف بوجودك في الدنيا بتاعتك دي ايمج ناس كتير قوي بتفرق معاها انها تبقى متشافة بتفرق جدا جدا جدا، psychology wise ونفسيا وايز وفي كل حاجة في الدنيا بتاعتنا. ثالث حاجة، فرص التواصل مع أي حد عامل personal brand ومعروف في دنيته وبدأ يثبت وجوده في وسط الدوائر بتاعه، هو بيتشاف وبيتعرف أكتر بكتير من الناس اللي مش عاملة ده. وفرص التواصل معاه، فرص الكولابريشن، فرص الشغل، فرص الارتباط بيه بيبقى اكبر. ان انت يبقى عندك بوزيشننج ومنصب موجود في وسط الناس المؤثرة، فده على حسب مجالك وانت عامل بصمة فيه ازاي. فمهم قوي ان انت كل حاجة تبقى حاطط لها وزنها، علشان ده
بيزود من تحقيق اهدافك ان انت توصل للشهرة في المجال اللي انت فيه. خامس حاجة ان انت بيبقى عندك امتيازات، لان الناس هتجيلك وهتعترف بيك وهيبقى عندك فعلا فرص للدنيا بتاعتك اكتر، وان انت انتاجيتك بتبقى اعلى. الناس اللي بتبقى واثقه من نفسها وعارفه انها متشافه وعارفه ان فرصها اعلى بتثبت وجودها اكتر، وبيبقى عليها مسؤوليه تجاه نفسها انها get more achieving، بتاتشيف مور وبتنجز اكتر وبتعلى اكتر. وتاني انت نفسك بينعكس عليك القوة بتاعت البيرسونال براند بتاعتك، بتثق في نفسك اكتر، بتصدق في نفسك اكتر. واول كلمة دايما بقولها صدق في نفسك تتصدق. فلما انت بتبقى مصدق نفسك بتدي اشارة للكون اللي حواليك كله، كل الناس بتصدقك ان انت قيمة وقامة وحد عامل بيرسونال براند قوي جدا وبيفرق معاك. صدقوني الدنيا دي مستاهله ان احنا نشتغل عليها، مستاهله ان احنا نعمل بيرسونال براند قوي، ومستاهله ان احنا نشتغل على الجزئيه دي. آم، في اسئله كده برضو انا دايما بشوفها، ولسه كنت بقول لحازم كونسبت اتس اول اباوت مايند سيت. دايما كل واحد فينا محتاج من وقت لوقت انه يحلل البراند بتاعه ويحلل نفسه ويعرف هو الفرق بين البراند بتاعه وبين اللي هو عايز يوصل له ايه. هتقول لنفسك ايه اللي انا متعلمه، ايه خطة تعلمي، انا بطور ده ازاي، ايه خبراتي العملية، ايه الانجازات اللي انا قدرت احققها، مين دايرة علاقاتي اللي اقدر اتعلم منها مهارات تفيدني، سواء اصحاب سواء قدوة على السوشيال ميديا زي ما انا كنت لسه بتكلم معاكم. بتتابع شغلك مع منتور او كوتش. النهارده في الدنيا بتاعتنا بقى مهم قوي ان انت يبقى عندك كوتش في حتة معينة في حياتك، او منتور يساعدك ان انت تاخد خطوات بيلخص عليك كتير. وده شغلي، وفعلا فعلا احنا بندي للناس اختصار لخطوات كتير قوي. وده مهم ان انت يبقى عندك منتور في حياتك يفرق معاك في جوانب معينة في حياتك، وهتشوف رؤية جديدة لما تجاوب على كل حاجة. وصدقوني انتوا هتتبنوا العقلية بتاعت صناعة المحتوى بقى من على السوشيال ميديا، ان انتوا تعملوا بيرسونال براند مظبوط، وهتسيبوا اثر ايجابي مع الناس. وهتفتكروا دايما ان it's all about mindset. mindset صناعة المحتوى it's a mindset. personal branding it's a mindset. ان انت تشتغل على نفسك وتطور من نفسك وتعرف اهدافك وكل حاجة it's mindset. واقول لكم حاجة من موقعي هذا، وجودكم هنا النهارده معناه ان انتوا المايند سيت بتاعكم في الطريق السليم، وانتوا عندكم خطوات ممتازه ان انتوا تطوروا من نفسكم وتشتغلوا عليها وتعملوا بيرسونال براندنج مظبوط. واثق ان كل واحد فيكم هيوصل ان شاء الله ان شاء الله للخطوات اللي نفسه يوصل لها في يوم من الايام. انا كده خلصت الجزئيه دي بتاعتي خلاص. احب اعرف لو حد فيكم عنده اي سؤال. انا قبل ما اخلص بس حبيت احكي لكم بس حاجه لطيفه قوي. انا دايما بقول مش مجرد تعريفك بنفسك يبقى انت كده عملت بيرسونال براندنج، لان البيرسونال براندنج مش كلمتين او حكايه كده سريعه احنا بنحكيها للناس عن قصصنا الحقيقيه او انجازاتنا او تجاربنا او خبراتنا. بقول دايما ان احنا عندنا فعليا خبرات وتجارب، وبعدين بنفكر في موضوع البيرسونال براندنج. انا دعاء العدلي دايما بقول للناس انا دعاء العدلي بزنس كوتش. اعرفك ازاي تفهم نفسك وتحولها في البيزنس صح. فبحكي لك قصتي اللي وصلتني لهنا، وهتلاقيني بقول لك ان انا دورت على شغفي واشتغلت على تنميته وفتحت براند قهوة وكتبت كتاب قهوتك معي. وكمان ثانية، وكنت مشتتة جدا وعرفت بالفعل ان انا وكنت حاسة ان انا تايهة ومش عارفة اوصل لهدفي ومش عارفة انظم وقتي، وده ساعدني ان انا ادرس واعمل كورس عن التشتت وقدرته. ورحلتي مع الراديو اللي جت بالصدفة. البيرسونال براندنج هو القصة من وراء وجودك على السوشيال ميديا. وانا دايما بقولها هو القصة اللي بتخلي الناس تتعلق بيك وتستفيد فعليا منك. بس خلي بالك ان انت لازم قصتك تقدم قيمة للناس وتعمل فرق في حياة الجمهور اللي بيتابعك. بيرسونال براندنج وكده عملت طول ما انت مصدق ان البراند ده انت وجزء منك، وان رسالة حياتك الناس كمان هتتعلق بيه وهتصدقوا معاك. يا رب اكون افدتكم النهارده، وفي
شكرا جدا جدا لكل الكوميونتي، وشكرا جدا جدا لكل اللي حضر. انا خلصت. لو حد عنده اي سؤال. شكرا حبيبة. تسلموا. حد عنده سؤال؟ حازم. حازم هو اللي ماسك المايك. انت استاذ هو لا ماسك سؤال بس. الحديدة، عارف بيقولوا كده في مجال الراديو. خلاص راديو بقى زي حضرتك، فاحنا متعودين بقى. ف أيوة. كنت عايز اسال حضرتك، بالنسبه علينا كلنا الكونتاكتس بتاعت حضرتك ايه لو عايزين نتواصل مع حضرتك؟ هديكوا الكونتاكت، سهلة وبسيطة. ابعت لكم كل الحاجات. يا سلام. ابعتها معاكي احمد وتحطها لهم ولا؟ استنى، انا كنت حاطه لكم QR كود في الاول، ممكن تلاقوا كل الحاجات من السلايدز. هبعت لكم السلايدز. تمام. احمد معايا؟ انت سامعني؟ معلش، ما هو من ضمن الايشوز كانت في انترنت ايشو، فهو دلوقتي قطع ولا معايا، يهم. معلش. لا ولا تمام. يهمك. ما هو ف- على فكرة التحديات دي بتحصل طول ما احنا شغالين، ده الطبيعي جدا. الفلو بياخدنا للآخر، ولا يهمك. فيعني انا ايجر فعلا عايز اسمع الريكوردينج تاني. ويعني انا يشرفني اني اتعرفت على حضرتك، والله على نحو شخصي، حتى يعني بعيد عن الشغل، بعيد عن السيشن، بعيد عن اي حاجه، والله انا يشرفني اتعرفت على حضرتك. وان شاء الله نتقابل تاني. وانا متاكد ان حضرتك يعني الاف التوبكس التانيه اللي حضرتك ممكن تشيريها معانا وتشرفينا في ستارز. شكرا ان شاء جدا الله. جدا يعني. شكرا ليك يا احمد، شكرا على وقتك، شكرا على ادارتك لكل حاجة، بجد ميرسي ميرسي ليك جدا جدا جدا. وشكرا لكل الناس اللي حضرت، يا رب فعلا تكونوا استفدتوا. انا هبعت البرزنتيشن لكوتش احمد، وهبعت لكم الريكوردينج، وان شاء الله نتقابل على كل خير باذن الله. تصبحوا على كل خير. حد عنده سؤال قبل ما نقفل؟ اخر حاجة، اخر فرصة. حد عايز يسأل اي حاجة قبل ما نقفل؟ كنت أسأل سؤال إزاي يعني فكرة إن إحنا نبتدي، بس يعني أنا كبولة ابتديت يعني بقالي حوالي شهرين. كنت بكتب الصبح يعني أي حاجة تدور في بالي أحاول أكتبها. تمام. فاكتشفت بعد كده إنه من كتر الحاجات اللي بكتبها الحتة دي حلوة فيا. تمام. انت بتعمل جورنالينج؟ فحسيت إن الكتابة آه حلو جدا. أنا مش ملتزم أوي بصراحة. بس يعني ابتديت بقى ابقى واعي ايه الحتت اللي فيها عيوب او ايه الحتت اللي فيها انا حلو في الحته دي. فتعالى بينا نكمل. لو في مشكله فانا بقيت اتعلم ازاي احلها من كتر الكتابه، وعارف ايه النقط مثلا اللي فيها مشاكل وايه النقط القويه فيها. حلو جدا. ممتاز والله يا بولا. بس عايزه اقول لك ان الكتابه بتيجي practicing. يعني انت من كتر ما هتمارس الكتابه بتيجي بالممارسه. كل حاجه، انما العلم بالتعلم. احنا بنتعلم الحاجه من كتر ما بنطبقها وبنشتغل عليها. فالموضوع سهل وبسيط. اكتب اكتر، هتلاقي افكارك بتوضح، وهتلاقي دماغك بتجاوب على الاسئله اللي انت بتسالها لنفسك. اسال نفسك كتير، هتلاقي الاجابات بتجيلك. حلو جدا. تمام، ميرسي جدا. العفو. أمنية، انتي رافعة ايدك. أمنية إيهاب، رافعة ايدك ولا مش رافعة ايدك؟ اه رفعوها كده، صوت واضح. اه واضح، جميل، أهلا وسهلا. تمام. اولا شكرا على حضرتك جدا على السيشن، كانت مفيدة جدا. يلا. آم، كنت حابة اسأل ازاي work smart not hard. work smart not hard. دايما دوري على الحاجة اللي من وجهة نظرك تفيدك. عارفة اللي هو زي ما بيقولوا بالمصري كده، من أين تؤكل الكتف؟ والله ما بضحك. استغربيش اللغة. دوري زي ما قلنا، نشوف ناس سابقانا، نلهم منهم، نشوف هم اختصروا الخطوات ازاي. نبدأ نسأل اللي سبقونا عملتوها ازاي. ناخد عارفة اللي هو اختصري على نفسك من اللي سبقك. عارفة خدوا الحكمة من أفواه الحكماء. عارفة المثل ده؟ اه حرفيا عارفة. هتلاقيه فارق معاكي. دوري في الكورسات، ودوري في المنتورز اللي حواليكي، ودوري في الناس اللي سبقتك في اي مجال انت عايزه تروحيه. هيسهلوا عليكي الخطوات. هو ده السمارت. مع الوقت، مع الوقت هتلاقي نفسك سبقتي اللي قدك، وسبقتي اللي حواليكي. يا رب اكون فدتك. اه فدتيني جدا. شكرا جدا لحضرتك.
شكرا جدا، ونتقابل على كل خير بإذن الله. إن تصبحوا شاء على الله. شكرا خير. جدا لحضرتك، شكرا جدا يا شباب، شكرا لوقتكم، اشوفكم على خير بإذن الله. بإذن الله تصبح على كل خير. مع السلامة.